السلام عليكم. لقيتكم كلكم عمالين تقولوا لي على الفيزيكس بعد الكيمستري، ما شاء الله يعني. واصلا الاوضه متاخده مني فرحت اوضه تانية، قلت مش هسيبكم عشان انتوا طلبتوا مني الفيزيكس. مش ممكن ما بقاش عارف انظم الفيزيكس زي الكيمستري، لان انا في الكيمستري بقالي 4 سنين شغال فيها، فاهم كل الحاجات اللي بتيجي اكتر. يعني هو في الاخر بعد كل ده في الاخر جاب امتحان زي ما انتوا شفتوا، ما يتقلعش من رجلي بس عايز اقول لك على حاجه برضو بمناسبه الامتحان ده. الدنيا ما بتقفش عند ثانويه عامه، الامتحان جه صعب وحش، هو صعب على الكل. وحتى لو انت ما جبتش مجموع في الاخر، انت لازم تبقى مهيئ نفسك لده. حتى لو انت ما جبتش مجموع في الاخر، الدنيا مش بتقف هنا. هل معنى ان انا جبت مجموع ان انا ناجح؟ اقول لك على حاجه، كام واحد بيبقى في هندسه وفي الاخر تلاقيه شغال على اوبر؟ مش قصدي ان شغال على اوبر وحش، بس قصدي ان ده اكيد مش طموحك. فاهم قصدي؟ فدي الفكره. عمر ما كانت الكليه اللي انت هتروحها في الاخر هي مستقبلك في شغلك على نفسك طول الفتره اللي جايه، مش كليتك. ممكن واحد تجاره ويشتغل على نفسه جامد جدا، رغم ان احنا بنشوف التجاره دي كليه قليله، بس بالعكس هي من احسن الكليات اللي موجوده في السوق دلوقتي كشغل بعد الدنيا. هي مشكلتها بس ان عددها كبير، بس هي كشغل انت ممكن تقبض منها اكتر من الهندسه بكتير. تعال نبص على اي كليه هتلاقي ان انت لو اشتغلت على نفسك فيها هتوصل. انت في ناس دلوقتي بتتخرج من اي حته تشتغل في التدريس. انا مهندس هو دلوقتي وبشق طريقي في المجال ده. ممكن تشتغل في اي حته، يعني الدنيا مش واقفه على مجال واحد، الدنيا مش واقفه على الكليه اللي انت هتخش فيها دي بس وهي دي الفكره، وهو ده الكونسيبت. دلوقتي عامل لك الفيزيكس زي ما قلت لك، ممكن ما يبقاش زيه زي الكيمستري، ممكن اكون كنت في الكيمستري احسن. هسيبك انت بقى تقيم الموضوع ده عشان ايه، نشوف هنبدا السنه الجايه بايه بس فهعمل لك الفيزيكس زي ما طلبت، هحاول انظمها لك، ارتبها لك، ايه الحاجات اللي تفكر فيها، إيه الحاجات اللي تبعد عنها، كل الكلام ده زي ما انا كنت بفكر فيها حرفيا، كانك يعني قاعد معايا في اللجنه، فاهم؟ بس كنت عايز اقول لك بس الكلمتين دول في الاول عشان الامتحان جه صعب، واللي عايز اقوله لك ان هي صدقني ما بتقفش على الامتحان، سواء كانت درجتك في الاخر حلوه ولا وحشه. تعالى بقى نبدا في الفيزيكس. وهنا غالبا هعمل فيديو واحد مجمع لاول 4 شباتر في الكهرباء، مش هعمل للمودرن. ليه؟ عشان انا ما عنديش وقت، لان انا حرفيا هبقى من اول بكره، يعني انت الفيديو ده بيتصور السبت، بس انا من اول بكره هبقى مسحول في التدريب وحاجات، فمش هيبقى عندي وقت. انا اصلا بصور الفيديو ده بالعافيه، زي ما بقول لك انا سارق اوضه، يعني فاهم حرفيا رحت اوضه سارقها. بس تعالى بقى نبدا ونتكلم اول حاجه على شابتر 1. هنيجي نمسك كل شابتر هنقسمه محطات او هنقسمه مين بوينتس. ايه المين بوينتس اللي انت المفروض تفكر فيها، او الحاجات الاساسيه اللي المفروض تفكر فيها في تشابتر 1؟ عندنا اول حاجه بتيجي عن فكره V equal IR، دي اول بوينت. تاني بوينت عن فكره الريزيستنس عموما، سواء كانت الريشيو او سواء كانت كان اسمها ايه يا ربي، ستيريوس وبارل. تالت حاجه فكره ان هو يجيب لك سيركت ويقول لك انا هغير حاجه ايه اللي هيحصل، ودي فكره ايه؟ فكره اللي هي كان اسمها ايه، ريهوستات. ان هو يقول لك انا هغير الريزيستنس، هزودها اقللها، هيحصل اي حاجه ويعملها. تمام. اخر فكره وهي فكره كيرشو، ودي بيجي عليها غالبا سؤال في الامتحان. تمام. إيه؟ تعالى بقى بينا نبدا ونقول لك كل فكره فيها ايه. اول فكره اللي هي بتاعت V equal IR، ودي بتعتمد ان انت تجيب الفولتج والفولتج بيساوي الاي ار، بس هي ما بتقفش على كده، هي بتقف كل واحد بيأثر على التاني ازاي. تعالى نتكلم. الفولتج لوحده بيتقسم لحاجتين، فولتج البطاريه اللي هو الفي بي، والفولتج اللي على اي حاجه. فولتج البطاريه اللي هو الفي بي ده بقى من امتحان الكيمستري اللي انت اتخزوقت فيه، عرفت بيجي من ايه؟ بيجي من الاثنين اليمنتس اللي انا عملت منهم البطاريه، هو ده الاي ام اف بتاع البطاريه. وده لو اتنططت على راسك عمرك ما هتغيره. يعني انت عمرك ما تقدر تعمل حاجه ان انت تغيره غير ان انت تجيب بطاريه ثانيه. يعني انا عمري ما يبقى عندي بطاريه 12 فولت او اعمل لها حاجه تبقى 24 فولت، انا مش ساحر، فاهم؟ اخرك هتعمل ايه؟ هتجيب بطاريه ثانيه توصلها معاها. هي دي الفكره، ان انت عمرك ما تقدر تغير الفي بي بحاجه جوه الدايره غير ان انت تجيب بطاريه كمان. متفقين على كده؟ يبقى الفي بي ثابت مش بيتغير غير ان انت تعمل ايه؟ تغير البطاريه. مين اللي بيتغير؟ الفولتج التيرمينال. مين هو الفولتج التيرمينال ده؟ البطاريه في الحقيقه ما بتطلعش 12 فولت، فبالظبط البطاريه في الحقيقه فيها ايه؟ فيها ار صغيره. الار اللي هي الار الصغيره دي لو موجوده، فالفولتج اللي طالع من البطاريه بيتغير على اساس الاي بتتغير ازاي؟ ليه؟ لان في شويه من الفولتج بيروح للار الصغيره. طيب بالنسبه للفي بي، الفي بي كده كده ثابت. فانا عايز اقول لك ان الفولتج اللي طالع من البطاريه بيبقى كونستنت لما الار ايكوال 0، ودي معلومه هتفيدنا جدا 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 لان هو لعب عليها في اسئله كتيره. فكره ايه؟ ان لو الار الصغيره ايكوال 0 الفولتج اللي طالع 1، فلو انت شغال بارلل مش هتاثر في حاجه.
زودت ريزيستنس قللت الريزيستنس لعبت في اي حاجه، الفولتج في الاول وفي الاخر ايه؟ ثابت. فلو عندك الار الصغيره ايكوال 0 الفولتج اللي خارج من البطاريه ثابت، انما لو عندك الار الصغيره برقم نوت ايكوال 0 الفولتج اللي خارج من البطاريه بيتغير. يبقى لما تغير حاجه الفولتج اللي خارج من البطاريه يتغير، هتاثر على بقيه الدايره. تمام؟ المعلومه دي مهمه جدا جدا جدا. وخد بالك الفولتج ده برده ممكن يبقى فولتج على ريزيستنس، وده بقى منطقي جدا، زودت الريزيستنس الفولتج هيزيد، قللت الريزيستنس الفولتج هيقل. تمام؟ في حاجه صعبه لحد دلوقتي؟ يبقى انت ممكن يبقى عندك الفولتج اللي خارج من البطاريه بيتاثر بمين؟ ار صغيره، لو موجوده بيطلع نسبه اقل وبتتاثر ساعتها بالدايره. طب لو مش موجوده ما بتتاثرش بالدايره، الفولتج ثابت، يبقى لو عندك بارل تفضل كونستانت بقيه حياتك. تمام؟ في حاجه صعبه؟ يعني مثلا سؤال لو جاب لك بطاريه زي كده وعندك هنا ريهوستات، اعتبر ان ده ريهوستات اهو، وعندك هنا ار، وقال لك ان الار الصغيره هنا ايكوال 0، والله لو عملت ايه في الريهوستات ده اقسم بالله الفولتج هنا ثابت. ليه؟ لان كده كده البطاريه بتطلع 12 فولت، وال 12 فولت هتتقسم على الاثنين، وال 12 فولت هتطلع على الار، فالار مش هيحصل لها اي حاجه. امتى تتاثر؟ لما تبقى الار الصغيره هنا ايه؟ نوت ايكوال 0. الكونسبت ده مهم جدا ولعب عليه كتير. بالنسبه للاي، الاي دي هي انا وانت يا عزيزي، احنا ايه؟ احنا مهزئين، يعني للاسف، يعني خلينا متفقين ان احنا مهزئين. الفولتج ياثر فينا والار تاثر فينا. الار لو زادت يعني يخرب بيت اللدغه، ماشي المهم الار لو زادت يبقى ايه اللي يحصل؟ الاي تقل. الفولتج لو زادت الاي تزيد. احنا حرفيا ولا لينا اي اختيار في الموضوع ده، احنا مهمشين حرفيا. تمام؟ بالنسبه للار، الار ولا بتتاثر بالفولتج ولا بتتاثر بالاي، ملهاش دعوه بكل الكلام ده. الار دي ايه؟ ريزيستنس. يعني هسالك سؤال، هل انت عندك طريق، الطريق ده هيمشي فيه عربيه، هل الطريق هيتغير على اساس العربيه اللي داخله؟ معانا يعني لو عربيه وزاره ساعتها هيسفلتوا الطريق، يعني خلينا نتكلم بمنطقه، لو عربيه عاديه يعني دلوقتي حد زي او انت او اي حد هيفضل نفس عدد المطبات موجود. فانت مهما غيرت نوع العربيات اللي دخلت بي ام، دخلت بمرسيدس، دخلت بشاهين، دخلت باي حاجه، نوع العربيه او المطبات عددها اللي موجود واحد، فنوع العربيه ما بيفرقش في المطبات، فما فيش حاجه بتفرق في الريزيستنس. مين اللي بيفرق في الريزيستنس؟ الطريق ذات نفسه، والطريق ذات نفسه كان فيه كام مطب، اللي هي ايه؟ الحاجات اللي تخص الطريق نفسه، ودي كده كده هنتكلم عليها في حته الريزيستنس. دي اول بوينت لازم تبقى فاهمها، وهتفرق معاك جدا 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 لو فاهمهم، هتوفر عليك كتير جدا. هتلاقي ان في اسئله كتيره جدا بتتحل بايه؟ بالنظر. بعدها عندك ايه؟ عندك الباور. الباور ده بيساوي ايه؟ في في اي. ممكن تشيل الفي وتحط مكانها اي سكوير ار، او تخليها في سكوير على ار. كل دي قوانين الباور. وعندك كان كام قانون للاي تانيين، ما اعتقدش ان هم بيجوا كتير، بس اللي هو الاي كيو على تي، وكان عندك ايه تاني يا ربي؟ الاي كيو على تي. والفولتج ده بقى اللي بيتنسي، الفولتج كان تقريبا ورك على كيو، ده برضو بيتنسي جدا. فخليك عارف القوانين دي، ودي كده كلها تبع اول حته بيجي عليهم غالبا ايه؟ يا سؤال يا اتنين. اهم حاجه بس الحاجات اللي اتكلمنا عليها في الاول، ومين بيأثر على مين. تاني فكره عندنا وهي فكره الار، ان هو يا باشا هيجيب لك ار. تمام؟ ممكن يجيبها لك في شكل ريشيو عن طريق قانون الار ايكوال رو في ال على اريا، وده قانون مهم جدا جدا جدا. مفيش امتحان في النماذج الاسترشاديه ما جاش فيه. فكره ايه كله؟ ان انت عايز تعمل الار ايكوال رو على اريا، وعايز تجيب ريشيو، فتبقى ار1 على ار2 ايكوال رو 1 على رو 2 في ال1 على ال2. الحاجه الوحيده اللي تحت هي اللي تتشقلب، اريا 2 على اريا 1. القانون ده حياتك، القانون ده ما تعرفش تمشي من غيره، القانون ده والله هتلاقيه في الامتحان. واهم معلومه ان الروم ما بتتاثرش غير بحاجتين، يا تغير الماتيريال يا تغير التمبريتشر. غير كده الرو ثابته ما بتتغيرش الا بتغير، اعتبرها زي الكي، اي كي كونستانت، ما بتتاثرش الا بتغير التمبريتشر. الرو نفس الموضوع، مش هتتغير الا لما تغير الماتيريال او تغير التمبريتشر. ليه؟ لان كل ماتيريال عندها رو ثابته. المعلومه دي مهمه جدا 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 جدا، وجت تقريبا في 4 نماذج او 5 نماذج بطريقه خفيه. يجي يديك سؤال طويل ويقول لك الكوندكتيفيتي هتتغير ازاي. يا باشا طالما ما غيرتش الماتيريال او غيرت التمبريتشر، الكوندكتيفيتي والرو ثابتين. ودي اول فكره لافكار الريزيستنس. تاني فكره لافكار الريزيستنس، استنى بقى نمسح اللي احنا فيه ده، هات الاستيكه الكبيره دي. تاني فكره من افكار الريزيستنس وهي سيريس وبارل. لازم تاخد بالك من السيريس والبارل وازاي تتعامل معاهم، وان السيريس انا بعمل ايه؟ بجمع، والبارل بعمل ملتبلاي على البلس، ودي اسهل طريقه. لازم تتعود ان انت بتحسبهم بسرعه. وهو غالبا في الامتحان ما بيجيبلكش رسمه طويله، بس بيجيب لك معلومه بتعتمد على ايه؟ ان السيريس ماشي، ان استنى نمسح اللي تحت ده، ان السيريس يا باشا اكبر من اكبر حاجه عندك. يعني
لو انت عندك ريزيستنس 1 و5 وهم سيريس، الريزيستنس اللي هتطلع الار ايكويفالنت اللي هتطلع اكبر من ال5. بالنسبه للباراليل لو عندك 1 و5 الريزيستنس اللي هتطلع اصغر من ال1. ودي المعلومه اللي هو بيلعب عليها كتير جدا جدا جدا. انت لو عارف المعلومه دي تعرف تحل اسئله كتيره بسرعه، هتفرق معاك. ليه؟ لان هو بيبقى بيعتمد على ايه؟ فكره مين اقل ريزيستنس. طب ما اقل ريزيستنس طبيعي اللي عندها 1 باراليل. ليه؟ لان هي تبقى اصغر من ال1 وهكذا، ما يبقاش عندها سيريس. هي دي الفكره اللي انت بتلعب عليها. وكمان فكره بيلعب عليها هي مين؟ الشورت سيركت. لازم بجد تاخد بالك من الشورت سيركت في اي مساله، لان انا بجد ما شفتش مساله من غير شورت سيركت. هو بيعتمد ان انت مش تبقى واخد بالك منها، فانت لازم تاخد بالك من مين؟ الشورت سيركت. وفكره الشورت سيركت بسيطه، ان انت هتلاقي ايه؟ سيركت اهي، ممكن نرسمها، ارسم لك واحده معقده مثلا، تطلع واحده كده وواحده كده. ادي ريزيستنس هنا، وادي ريزيستنس هنا، وادي ريزيستنس هنا، ودول هنا بينهم وصله. تعالى بقى هنا نبص، هنلاقي ان الكهرباء هتمشي ازاي؟ هتمشي من هنا وتطلع فوق. يعني يخرب بيت الرسمه، رسمه معوقه، بس دي ريزيستنس ودي ريزيستنس ماشي. فالار هتطلع، الاي هتمشي هنا وتطلع هنا. فانت تقول لي ان طبيعي الاي هتمشي منين؟ هتمشي من هنا. اقول لك لا، تاخد بالك، طالما اهو هنا دي بس تبقى متوصله، طالما عندك طريق تاني الكهرباء تمشي فيه من غير ما تعدي على ريزيستنس يبقى ده شورت سيركت. شايف الرسمه دي اللي عندك فيها شورت سيركت برضه. فانت لازم تجرب الطريقين. طالما عندك وصله فيها طريقين جرب الطريقين. لو في طريق منهم مشي من غير ما تعدي على ريزيستنس خده. يعني انت عندك طريق فيه مطبات وطريق من غير مطبات، هتاخد اكيد الطريق اللي من غير مطبات. هي دي نفس الفكره، ان انت يبقى عندك ايه؟ طريق من غير مطبات وفي طريق فيه مطب، فتاخد اللي من غير مطبات. ودي فكره الشورت سيركت، واسهل حاجه ممكن يعني. هي بس الفكره كلها ايه؟ ان تبقى حاطط في دماغك ان ممكن يبقى في شورت سيركت. اتاكد ازاي ان يبقى في شورت سيركت يا باشا؟ بص، تتاكد ازاي؟ لما اجي اعمل مثلا ايه؟ مش السلك ده ممكن اسميه مثلا رقم، لو يعني نعتبره واحد. انا هعتبره يعني، هو لو هنعمل بوينت مثلا مش هعتبره واحد، بس انا هعتبره هنا واحد. تمام؟ ادي واحد 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 واحد، كل ده واحد لان كل ده سلك واحد، صح ولا لا؟ زي ما انت شايف كده، هتلاقي ان انت لو لفيت حواليه لفه كامله هتلاقي ان هو فضل ايه؟ نفس الرقم. فمعنى ان هو فضل نفس الرقم ان هو ايه؟ شورت سيركت. وانا عارفك عشان بتتوتر في الامتحان وبتحب تتاكد، فدي طريقه تتاكد بيها. تمام؟ حلو. اخر سؤال عندنا، او لا السؤال اللي قبل الاخير، ان هو يجيب لك سيركت. وفكره ان هو يجيب لك سيركت هتبقى عباره عن ايه؟ ان هو هيجيب لك سيركت فيها ريهوستات ويقول لك ايه اللي هيحصل فيها. ومش شرط ريهوستات، ممكن يجيب لك سويتشات بتقفل. والتغيير دايما بيبقى في حاجه من الاثنين، يا الارات يا الفي. والموضوع سهل وبسيط. لو ارات هشوف ايه اللي حصل لها، يا الار زادت يا الار قلت، صح ولا لا؟ وساعتها الاي عكسها، يعني لو الار زادت هتبقى الاي ايه اللي حصل لها؟ الاي قلت. ولو الار قلت الاي هتبقى زادت. وساعتها هروح اشوف البطاريه فيها ار صغيره ولا لا. لو فيها ار صغيره هقول ان الفي ايكوال في بي ماينس اي في ار. فلو الاي قلت الفي اللي خارجه تزيد، ساعتها ايه اللي يحصل؟ الفولتج اللي خارج يزيد واشوف هو طالب ايه. طيب لو الاي زادت ساعتها الفولتج يقل واشوف هو طالب ايه. طب لو مفيش ار صغيره الفولتج هيفضل ثابت. وساعتها لو بارل مش محتاج اخش اصلا في كل المساله دي. فاهم الفكره؟ يبقى هي سيكونس. ايه اللي هيحصل؟ هشوف الار يا صغرت يا كبرت. بعد ما الار هشوف الاي يا كبرت يا صغرت. ما هي الاي عكس الار. بعدها هشوف الفي اللي خرجت من البطاريه. لو شفت الفي اللي خرجت من البطاريه هلاقي الباقي كله سهل. تمام؟ عندنا فكره تانية اللي هي فكره مين؟ السويتشز، وان هي تاثر على الفي. ساعتها هعمل نفس الموضوع، بس هنا الموضوع بيبقى اسهل. انا كل اللي محتاج اشوفه ايه؟ الفي زادت ولا الفي قلت. لو حط لي بطاريه عكس البطاريه بتاعتي في الاغلب هتقل، ولو حط لي بطاريه في نفس اتجاه البطاريه بتاعتي في الاغلب هتزيد. ولو الفي زادت خلاص انا مش محتاج اي حاجه تانية من الدنيا. انا عرفت ان الفي زادت هبدا اشوف ايه اللي هيحصل. وغالبا لو الفي زادت الاي هتزيد، هبدا اشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي. يبقى هو ايه؟ سيكونس. هي دي مساله ريهوستات، مش محتاجه اكتر من كده. اخر نوع مسائل وهو مسائل كيرشوف. ومسائل كيرشوف دي يعني انا بشوف ان كيرشوف ده من العلماء اللي ضحك علينا. يعني كيرشوف ده جه قال لك حاجتين، الحاجتين انا بشوفهم بديهيه جدا. اول حاجه قال لك لو لفيت لفه حوالين نفسك فالفولتج هيساوي صفر. طب ما طبيعي، طب ما انا رجعت لنفس النقطه. ما اكيد انا لو لفيت حوالين نفسي ورجعت لنفس النقطه فرق الفولتج هيبقى بصفر. هي دي الفكره كلها. فهو جه قال لك ايه؟ قال لك حرفيا اهو، احنا لو عملنا لفه ادي سيركت، لو جينا عند اي بوينت ولفينا ورجعنا لنفس البوينت تلاقي الفولتج بكام؟ بصفر. بس خلاص الفكره كلها بس بسيطه. عندك ان انت ممكن تقابل باتري او تقابل ريزيستنس. لو قابلت باتري
العمود اللي انت هتخبط فيه خد الساين بتاعته. يعني لو انت ماشي كده انا هختار طريق اللوب، انا ممكن اختار اللوب كده او ممكن اختارها كده براحتي. تمام، انا اللي بختار اللوب هتبقى عامله ازاي. فلو قابلتها من نيجاتيف هاخد الرقم بتاعها بالنيجاتيف، طب لو قابلتها بالبوزيتيف هاخد الرقم بتاعها بالبوزيتيف. بس الموضوع بسيط. طيب بالنسبه للارات، لو انا مع اتجاه الاي، يعني لو ماشي كده والاي ماشي كده هاخد الرقم بالبوزيتيف. طب لو انا عكس اتجاه الاي، لو انا ماشي كده، لو الار اهي الاي ماشيه كده وانا ماشي كده، انا اللوب بتاعتي ماشيه كده، هاخد رقم الار بالنيجاتيف. وما باخدش الار، باخد اي في ار. في اي مشكله؟ بس هي دي فكره الكي في ال. طيب الكي سي ال، الكي سي ال ابسط من كده بكتير. روح عند اي نقطه فيها تفرعات، كل اللي انت هتعمله ايه؟ هتقول ان سمشن الكرنت ايكوال 0. من الاخر اللي دخل قد اللي خرج. وانا مش شايف الموضوع ده معقد. ليه؟ طبيعي يعني لو دخل لي 3 امبير لازم يخرج 3 امبير. ما الامبير مش هيتحوش عن، يعني الامبير مش هيتحوش عندي، يعني هيجيب الامبير فين؟ ما لازم يخرج. بس هي دي الفكره كلها. يبقى لو دخل 3 امبير لازم يخرج قد ايه؟ 3 امبير. وهي دي فكره كي سي ال وكي في ال. كل اللي انت هتعمله ايه؟ اصعب مساله بتيجي ايه؟ اصعب مساله بتيجي ان انت تعمل 1 كي سي ال و2 كي في ال، وبعدين هتحطها على الكالكوليتر اي 1 اي 2 اي 3 اي 1 اي 2 اي 3 يا باشا وتحل. المسائل دي لو حبيت تتعمق اكتر في كيرشوف هتلاقي ان انا منزل فيديو من زمان تقريبا من حوالي 9 شهور، او هتلاقي يعني القناه دي ما بنزلش عليها فيديوهات كتير، يعني هتلاقي الفيديو التاني نازل من حوالي حبه يعني، وهتلاقي فيه شرح كيرشوف بالتفصيل. بس انا دلوقتي مش هشرح بالتفصيل. ليه؟ انا بقول لك الاسئله اللي بتيجي وازاي تتعامل معاها وتعمل ايه بالخطوات وبالسيكونس. تمام؟ هي دي الفكره كلها. تعالى نحل لنا سؤالين 3 كده على تشابتر 1. انا غالبا هحل الموديل الثالث، نحل من الموديل الثالث ده اول 4 اسئله بيبقوا على تشابتر 1، وبعدها نكمل في تشابتر 2. هو الفكره الفيديو ده هيبقى سريع لان انا فعلا ما عنديش اي وقت خالص. ماشي حلو. 17 دقيقة في تشابتر 1 وهنخلص الأسئلة. طيب تمام. انا لسه متصورة. ما خلينا متصورين. ماشي. تعالى بص معايا كده. أول سؤال في النموذج الاسترشادي بيقول لك إن إحنا عندنا كوندكتور من لينس 1 متر واريا 2 وكارنت انتنسيتي 2 وفولتج 6. لازم تاخد بالك إن ده سؤال باين إن هو إيه؟ باين إن هو هيسأل على ريزيستنس يا باور. يعني أنا دلوقتي مش فاهم هو هيبقى عايز إيه. فهو أنا لقيته بيسأل في الاختيارات على مين؟ يا باور يا ريزيستيفيتي يا ريزيستنس. يعني هو بيسأل يا باور يا ريزيستيفيتي يا ريزيستنس يا كوندكتيفيتي. يبقى هي دي الحاجات اللي انا محتاج اجيبها. اول حاجه هجيبها هي مين؟ الباور. مش انا معايا في في اي، الفي في اي الباور يطلع كام؟ 12. يبقى انا اتاكدت ان اول معلومه غلط. في حاجه صعبه؟ طيب تاني معلومه الريزيستنس. الريزيستنس هي عباره عن ايه؟ في على اي. فهلاقي ان هي 6 على 2، الاقي ان هي ايكوال 3. الاقي ان المعلومه دي غلط. يبقى انا اول معلومتين جبتهم مين؟ ايه ودي. ليه؟ اسهل معلومتين تجيبهم. يبقى دايما الاسهل. شوف دايما وانت في الاسئله دي بتحل، شوف مين الاسهل ان انت تجيبه الاول. ليه؟ يا غلط يا صح. ما هو لو صح خلاص مش هضطر اكمل بقيه السؤال وهخش بقى على السؤال اللي بعده وابقى وفرت. لو غلط هضطر بقى اشوف ان انا هضطر احسب الحسابات المعقده. فدايما حاول تدور على الحسابات السهله في الاول. تمام؟ عندنا بي وسي. انا اصلا من غير ما احسب متاكد ان الاجابه مين؟ متاكد ان الاجابه سي. ليه؟ لان الريزستيفيتي دايما بتبقى الباور بتاعها بالنيجاتيف كتير جدا. ما ينفعش ان هي تبقى بالرقم ده. ده كده بالفهلوه. بس لو عايزين نحسب كل اللي احنا عايزين نعمله هنحسب ايه؟ هنقول ان الريزيستنس ايكوال رو في ال على اريا. ومش الريزيستنس ب3 والال ب1 والاريا ب2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 عشان مليمتر. يبقى ساعتها مين؟ ناقص الرو. بس كل اللي انا هعمله كده هجيب الرو هتطلع بكام؟ الرو هتطلع ايكوال 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. اخدت بالك الفكره فين؟ في الباور. ودي كانت حاجه انا متاكد منها انها غلط اصلا، لان انا متاكد ان دايما باور الرو بالنيجاتيف. هعكس الرقم، مش انا عايز الكونكتيفيتي اللي هي سيجما، هعكس الرقم هلاقي ان هو ايه؟ اداني الرقم ده. في اي مشكله؟ تعال السؤال اللي بعده. انا عايزك بس تبقى متعود على ايه؟ على الحل بسرعه. ده السؤال الثاني اللي على سؤال الريشيو. انا اول ما شفته عرفت ان ده سؤال ايه؟ ريشيو. وباين قوي ان هو سؤال ريشيو في مين؟ في الريزيستنس. فهو طالب مين؟ ذا ريشيو بتوين ذا انتنسيتي اوف ذا باسنج كارنت اي 1 على اي 2. مش هو عايز اي 1 على اي 2؟ فين؟ اي 1 اللي فوق واي 2 هنا اللي تحت. يبقى احنا محتاجين نجيب الريشيو بالاول بين مين ومين؟ من الريزيستنس. يعني حاجه منطقيه جدا. فاحنا كل اللي هنعمله ايه؟ هنقول ان R1 على R2 ايكوال رو 1 على رو 2 في L1 على L2 A2 على A1. وواحده واحده بقى. اول حاجه عندنا 2 ميتال كوندكتور من السيم ماتيريال، يبقى الروهات طارت. عندنا بعدها هنجيب من الرسمه، هنعتبر ادي 1 فوق، هنلاقي ان هي L على 3L مضروبه في الاريا 2 ب 1 اوفر 3 واريا 1 ب 1. يبقى يطيروا نلاقي ان هي R1 على R2 ايكوال 1 اوفر 9. يعني لو R1 لو هنا ب9 يبقى R1 بكام؟ ب1. وصلت لهنا
او يعني هل في اي مشكله لحد دلوقتي؟ انا وصلت لهنا وسميت بالارقام وكل حاجه. كل اللي انا هحتاج اعمله ايه؟ هحتاج ان انا اشوف الايات اللي هتمشي. خلاص يا عم اقول لك على حاجه، افترض ان الاي بواحد عشان نسهل على نفسنا. دايما حاول تسهل على نفسك. الاي دلوقتي بواحد، عايز اعرف الاي 1 بكام والاي 2 بكام. كان عندنا قانون تقسيم الاي اللي هو ايه؟ لو عايز الاي اللي ماشيه فوق هنا، مش انت عايز الاي اللي ماشيه فوق هنا، خد الار اللي تحت اهي على مجموعهم في الاي. يبقى انا لو عايز الاي اللي فوق خد عكسها على مجموعهم. طب لو انا عايز الاي اللي هتبقى ماشيه تحت، خد اللي فوق على مجموعهم اللي هي 1 على 10 في 1. فيبقى هي تحت بكام؟ ب1 على 10 وفوق بكام؟ 9 على 10. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ وتلاقي الموضوع منطقي. اللي عنده ريزيستنس كتيره دخل له اي قليل، واللي عنده اي كتيره دخل له ريزيستنس. اللي عنده ريزيستنس كتيره دخل له اي قليل. هي دي الفكره كلها. تمام؟ هلاقي ان بعدها ايه؟ هو عايز اي 2 اي 1 على اي 2. فين اي 1؟ اي 1 اللي فوق اللي هي 9 على 10، واي 2 اللي تحت اللي هي 1 على 10، لان 10 طلعت مع 10 تبقى 9 على 1. في اي مشكله؟ يبقى ده اللي انا عايزك تعمله وتفكر ازاي بسرعه. جبت ريزيستنس ومن الريزيستنس افترضت رقم وعلى طول. افتراض الرقم دايما بيسهل عليك وبيخلي ان الموضوع اسهل. تعالى بقى انا عايزك تبقى بتحل السؤال ده بسرعه جدا. هو قال لك ايه؟ قال لك ان احنا عندنا سيركت 2 باتريز و2 انترنال ريزيستنس. يبقى احنا عندنا ارات صغيره، دي معلومه مهمه جدا. الفولتميتر عندك 2 سويتشز كي 1 وكي 2. يبقى انت تاخد بالك ان السؤال ده ما فيهوش ريوستات. يبقى السؤال ده غالبا هيلعب على مين؟ على الفولتج. قال لك ان في بي 2 اكبر من في بي 1، يبقى دي هي الاكبر. What happened to the voltmeter reading when switch K2 is closed and switch K1 is open؟ هو عايز يعرف ايه اللي هيحصل للفولتميتر ده لما switch K2 is closed و switch K1 هيبقى open. لازم ناخد بالنا من ايه؟ الفرق بين التشارجنج والديسشارجنج. في التشارجنج الفولتج بيبقى ايكوال الفي بي بلس اي ار. ليه؟ لان الاثنين بيبقوا بيسحبوا كهرباء، فالاثنين بيبقوا ايه؟ بالبلس. في الديسشارجنج لا، الفولتج بيبقى ايه؟ الفي بي ماينس اي في ار. ليه؟ لان واحده بتطلع كهرباء وواحده بتسحب كهرباء. فانا ايه اللي هيحصل لما اقفل السويتش؟ انا قبل ما اقفل السويتش الفي دي هي اللي بتطلع والفولتج ايكوال ايه؟ انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل هنا. انا اقول ان الفولتج ايكوال في بي ماينس اي في ار. ده كده مبدئيا. طيب هفتح السويتش ده وهقفل ده. مش هو قال لي ان دي اكبر؟ ساعتها دي هي اللي هتبقى بتسبلاي ودي هتبقى بتتشحن عشان هي اكبر، فالفولتج يساوي ايه؟ في بي بلس اي في ار. ايا كانت ايه الاي، انا كنت بماينس وبقيت بلس، يبقى ايه اللي حصل؟ اكيد زادت. فاهم الفكره؟ يبقى السؤال ده انت بتقف قدامه ليه؟ تفضل تقول انا هعمل ايه؟ انا معيش ارقام، انا كل الكلام ده. السؤال مش محتاج ارقام، السؤال محتاج ايه؟ ان انت تعرف هي ماينس ولا بلس. ودي فكره جت كتير في الاسترشادي والموضوع مش صعب، الموضوع سهل وبسيط. فكل اللي انت هتعمله ايه؟ هتعرف هل انت هتبقى بلس ولا انت هتبقى ماينس. اخر فكره، ودي فكره عن مين؟ دي فكره عن كيرشوف. ليه؟ قال لك ان البوتنشال ديفرنس ما بين A و B 23 فولت. يبقى انا همشي من A ل B واساويه ب 23. تعالى يلا معايا 4 امبير وقابلت R، يبقى اقول ان 4 R. انا ماشي في اتجاههم ولا عكس اتجاههم؟ ماشي مع نفس اتجاه الاي، يبقى بالبلس. قابلت البطاريه، قابلتها منين؟ من البوزيتيف، يبقى بلس 3. ما انساش الواحد ار اللي قابلته ده، يبقى انا في نفس اتجاه الاي ولا عكس اتجاه الاي؟ في نفس اتجاه الاي، يبقى بلس 4 في 1 بلس برضو الاثنين في نفس اتجاه الاي بقى خلاص، يبقى بلس 4 في 2. كل ده بيساوي كام؟ 24 23 معلش. بس 4 في 2 ب 8 و4 ادي كده 4 و8 12 و3 15. 15 ناقص 23 يبقى ال 4 ار بتساوي 8. طبعا ما هتعمل الكلام ده على الكالكوليتور شيفت سولف. اللي انا بعمله ده اسمه ان انا الحمد لله شاطر في الماثيماتكس يعني، فخلاص. والار بتساوي كام؟ 2. انا من العيال اللي كانت حافظه جدول الضرب وهي صغيره، مش لحد 12 لحد 20، فاهم؟ فما تقعدش معايا يعني في الموضوع ده. تمام؟ تعالوا بقى نطلع فوق تاني، او لا هو سايب لنا هنا مساحه. تعالوا بقى نتكلم على مين؟ نتكلم على تشابتر 2. وانا بالنسبه لي التشابتر 2 بيتقسم لايه؟ بيتقسم ل3 او 4 مين بوينتس يعني، واحنا بنقولها هنفتكر. اول مين بوينت هي حسابات البي، ان انت تقعد تحسب البي. دي كانت اهم فكره يعني، اول فكره في تشابتر 2 اصلا. تاني مين بوينت هي فكره مين؟ فكره الفورس اللي بتقع على السلك والتورك. دول بالنسبه لي بعتبرهم حاجه واحده لانهم قريبين من بعض. اخر فكره هي فكره الديفايسز، واللي ناس كتيره بتتلخبط فيها، انا مش عارف ليه. تمام؟ نتكلم على اول فكره واللي هي فكره البي. فكره البي كلها في ايه؟ فكره البي ان احنا عندنا 3 اشكال: سلك او كويل او سيلينويد. بالنسبه للبي انا دايما بستخدم امبير رايت هاند رول. جماعه انا دايما بستخدم ايدي اليمين، الحاجه الوحيده اللي بستخدم لها ايدي الشمال هي وانا بولد فورس. فليمنج ليفت هاند رول للفورس. غير كده دايما بستخدم ايدي اليمين. اندكشن ايدي اليمين، بي ايدي اليمين، اندكشن في فليمنج ايدي اليمين.
الوحيده اللي بستخدم لها ايدي الشمال فليمنج ليفت هاند رول بتاع الفورس. تمام حلو. فاحنا عندنا 3 حاجات، يا سلك يا كويل يا سيلينويد. لازم ابقى عارف ايه؟ لازم ابقى عارف القوانين بتاعتهم. السلك ميو اي على 2 باي دي، الكويل ميو ان اي على 2 ار، السيلينويد ميو ان اي على ال. هو هيعمل حاجه من 3، من هو يعني هيعمل حاجه من 3. اول حاجه ان هو يقارن لك بين السلك والكويل والسيلينويد. يقول لك انا عايز ريشيو ده لده، ساعتها هتقوم عامل ميو، يعني هتجيب ميو اي على 2 باي دي، ميو ان اي على 2 ار، افترض ارقام. ساعتها لو عندك ارقام افترضها، لو عندك ارات دي هات ما اعرفش ايه افترضها بواحد. يبقى اول فكره ان هو يجيب لك ريشيو، هتفترض ارقام وده. تاني فكره ان هو يجيب لك 2 مع بعض ويخليك تجمعهم او تنقصهم. تالت فكره ان هو يجيب لك 3 مع بعض. يبقى انا اهم حاجه ابقى عارفها ايه؟ الدايركشن. لازم ابقى بعرف استخدم امبير رايت هاند رول. بالنسبه للسلك امبير رايت هاند رول، ايدي بتبقى بتعبر صباعي الكبير عن الكرنت وايدي عن الماجنتيك فيلد، او تقدر تعتبرها دايما بدخل برجلي اليمين. يبقى ناحيه اليمين للسلك هعمل فيها دخول، هعمل فيها اكس، وناحيه الشمال دوت. بالنسبه للكويل امبير اللي بره بيبقى بيلف مع السلك وصباعي بيبقى لجوه بس. فالسلك اهو اللي بره بيلف مع السلك وصباعي لجوه، فلاقي ان دي اكس. لازم ابقى عارف امتى اعمل اكس وامتى اعمل دوت. السيلينويد زيه زي السلك، زي الكويل قصدي، معلش هي دي الفكره كلها. طيب في الكويل لو عندي 2 كويل عكس اتجاه بعض انا مش محتاج اعمل الرول، انا كده عارف ان هم عكس اتجاه بعض، فكده هم ايه؟ كده هم عكس بعض، كده هم اكيد ماينس. طب لو نفس الاتجاه، لا انا هبقى عارف ان هم زي بعض، فاكيد هيبقوا ايه؟ بلس. طيب ممكن يجيب لك ايه كمان؟ ممكن يجيب لك سلكين. وهنا انا عايز اقول لك على حاجه، لو هم اوبوزيت دايركشن، اوبوزيت اهي فيها اس في النص، هتعمل ايه؟ هتعمل الصم، فتبدا ايش ثانيه سوري. لو هم سيم دايركشن، سيم بتبدا بالاس، او سيم تحس اصلا ان هي كلمه صم، فتبدا بالصم تبقى بلس ماينس بلس. ده لو هم ايه؟ لو هم سيم دايركشن، معلش انا راسمهم اوبوزيت. طب لو هم اوبوزيت ديفرنت دايركشن، يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ديفرنس، فتبدا بالايه؟ بالماينس، فتبقى ماينس بلس ماينس. ازمت معاك قوي بقى وجاب لك شكلين زي بعض، سلك وكويل مثلا، او سلك وكويل وسيلينويد، ساعتها لازم تعمل ايه؟ لو جايب لك 3 اشكال لازم تحدد النقطه دي. يعني انا مثلا عندي اهو هنا سلك وهنا كويل، والكويل ده عليه سيلينويد، الكويل ده مثلا ماشي كده، فانا لازم احدد بالنسبه للسلك النقطه دي ايه؟ اكس، بالنسبه للكويل النقطه دي ايه؟ دوت، فكده هما الاثنين ايه؟ ماينس. فدي اهم فكره واكتر حاجه انت لازم تحددها، هي النقطه دي سيم ولا ديفرنت، ولا هي يعني هي ايه بالظبط، فاهم قصدي؟ وساعتها تحدد هي ايه؟ ماينس او بلس. حتى لو عندك 3 لازم تحدد نفس الموضوع. ودي انا بشوفها اول فكره، وما بتبقاش اللي هي الفكره الرهيبه، يعني الموضوع بيبقى سهل مش صعب. اهم حاجه ان انت تحدد ايه؟ الدايركشن، ومن بعد الدايركشن تحدد انت عايز تعمل بلس ولا ماينس. ممكن اول حاجه ساعات في السلك بستخدم قانون 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. ليه؟ لان هو اسهل، لان انا عارف ان الميو كده كده بتاعت الاير، فعوضت بيها وجبت القانون ده. لو جايب لي سلكين او 3 بقى ومعوض بالمسافه بدي ومعوض بالاي باي، يعني مش مديني ارقام، ساعتها يا باشا اشطب ال 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7، ما تشتغلش بيها، اشتغل اي على دي، اعتبرها رقم كومن فاكتور لان هو موجود في السلكين. بس الكلام ده لما يبقى ايه؟ سلكين او يبقى كلهم اسلاك. لو مش كلهم اسلاك ما ينفعش تعمل كده، وهشوف اوريك ازاي بنستخدم الموضوع ده. بس انا عندي مثلا سلكين عايز اعمل لهم بلس، هم ايه؟ الاي على دي بلس اي على دي على طول، اشطب ال 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7، او اعمل اي على دي ماينس اي على دي على طول. فاهم قصدي؟ من غير ما اعمل اي حاجه. يبقى دي اول فكره، وهي فكره مين؟ فكره البي. تمام؟ مش بيبقى فيها لعب كتير ولا بيبقى فيها اي حاجه. تاني فكره زي ما قلنا هي مين؟ فكره التورك او الفورس. هنبدا بالفورس، والفورس بتساوي ايه؟ الفورس ايكوال بي اي ال. وهي دي فكره الفورس كلها، ان الفورس بتساوي بي في اي في ال. تمام؟ هو هيلعب في ايه؟ هيجيب لك الفورس، هيجيب لك القانون، يجيب لك بقى سلكين 3 4 اي حاجه. لازم تبقى عارف ان هو طالما بيتكلم عن الفورس مفيش غير لعب في 3 حاجات، لان هو القانون 3 حاجات، يا البي يا الاي يا ال، وساعات بيبقى فيه ساين سيتا يعني، بس دي نادرا يعني. المهم تمام؟ فانت عندك يا البي يا الاي يا ال. انت ما عندكش قانون اصلا بيبقى فيه اسمه ايه ده؟ بيبقى فيه كوساين غير الفاي ايكوال بي اي كوساين سيتا. وبعدين في مدرسين بيغيروا الانجلز، فمش عايز اتطرق لموضوع الانجل ده، يعني حاول تشتغل بيها زي ما المدرس بتاعك بيشتغل بيها. بس انا لو هتقولي انا كنت بشتغل بيها ازاي، انا حافظ ان كل الانجل ساينز ما عدا القانون ده هو الوحيد اللي كوساين. اي سلك باخد الانجل على طول، اي كويل او سيلينويد باخد الانجل مع النورمال. بس هي دي فكرتي كلها. طب لو قال لي انجل مع الكويل هعمل 90 ماينس عشان اخد الانجل مع النورمال. بس بالنسبه للفورس، الفورس فيها 3 حاجات يلعب بيها، اللي هم ايه؟ البي والاي والال. لو لعب في البي يعني اهو، تعالى نتكلم واحده واحده. لو لعب في ال الموضوع سهل، لو اللينس زاد خلاص، لو اللينس قل خلاص. تاخد بالك بس من حاجه،
ساعات بيقول لك ايه ان هو درون يونيفورملي. وهنا الموضوع بيعقد شويه. ليه؟ لان هو بيبقى حاطط لك باتري، فلو السلك انا عملت له درون وطولته ساعتها مين كمان بيزيد معاه؟ الريزيستنس. وعشان درون يونيفورملي الريزيستنس بتزيد معاه سكوير، يعني لو طولت السلك الضعفين الريزيستنس يزيد معاه 4 اضعاف، لو طولت 3 الريزيستنس يزيد معاه 9 اضعاف. فهي دي الفكره كلها، ساعتها بيأثر على الريزيستنس يزودها فيقلل الاي فيقلل الفورس. فخد بالك من الموضوع ده، لان هو هيزود الار ساعتها 4 اضعاف، فالاي تقل 4 مرات، فساعتها تاثير الزياده بتاعت اللينس اقل من تاثير، لان ال زادت مرتين والاي قلت كام؟ 4، فساعتها هتقل او قلت 4، فساعتها هتقل النص. فاهم الفكره؟ فلازم تاخد بالك من الفكره دي. الفكره دي لازم هتلاقيه يقول لك ايه؟ كونستانت فولت. دي اهم حاجه في الفكره دي، لو قالها لك يبقى ساعتها تبقى ايه؟ تحمد ربنا بقى ان انا جيت لك دلوقتي. بس خد بالك بجد، لان هو انت مش هتاخد بالك ان هي هتاثر على مين؟ على الاي. ده كده بالنسبه لكل اللعبه اللي في ال. بالنسبه للاي الموضوع بسيط، يا هزود فولتج يا هقلل ار، زود فولتج او قلل ار الاي هتزيد فالفورس تزيد، العكس الفورس تقل. مفيش لعبه كتير في الاي. اللعبه ممكن يبقى مين؟ في البي، لان هو ممكن ما يديهالكش دايركت، هو ممكن يديك ايه؟ ممكن يقول لك ان هم 3 اسلاك. فانا هسالك سؤال، مش هم 3 اسلاك اهو؟ ادي 1 2 3. انا عايز الفورس هنا مثلا، هل السلك ده هيبقى ليه بي على نفسه؟ لا، يبقى هما كام بي بتأثر؟ 2. ليه 2؟ لأن السلك ده معلش مش القانون 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. أنت عايز السلك ده يأثر على نفسه، يعني عايز المسافة بزيرو هتقسم على زيرو. روح عمر الشربيني يشتمك، يعني أنا مش الشربيني هيشتمك. فما ينفعش يبقى في بي على نفس السلك. فمين اللي هيأثر عليه؟ السلكين التانيين. فاهم قصدي؟ فكده البي اللي هتاثر عليه بتاعت مين؟ السلكين التانيين. لازم تاخد بالك بقى هو في ريجن البلس ولا في ريجن الماينس. انا كده هعتبر بالنسبه لي ايه؟ السلك ده مهمش، هركز على السلكين دول سيم ولا ديفرنت؟ سيم، فيبقى ايه؟ بلس ماينس بلس، فدول في ريجن ايه؟ الماينس. يبقى لو قربت يقلوا لو كده. فاهم قصدي؟ ان هم في ريجن الماينس فانا بعمل لهم ماينس فالرقم بيبقى اقل. طب لو عكست الدايركشن يبقى ساعتها الرقم يزيد، لان هم يبقوا في ريجن البلس فالفورس هي كمان ايه اللي يحصل لها؟ تزيد. باين الموضوع يعني، يا رب الموضوع يبقى واضح. انا عايز بس اوري لك ازاي انا كنت بحل او ازاي كنت بوضح لنفسي. يبقى انا اي قانون هستخدمه ابقى عارف ان الحاجات اللي في القانون هي دي اللي بتقدر تاثر عليه، هي دي الحاجات اللي تقدر تاثر على الحاجه اللي معايا، فلازم ابقى عارف استغلها ازاي. تمام؟ حاولت اقول لك كل الافكار اللي انا فاكرها. خد بالك برضو انا في الفيزيكس مش متمكن منها زي الكيمستري، فحاول ان انت تتاكد ان انت مراجع كويس. انا بقول لك بس افكار بالنسبه لي حسيتها مهمه في الاسترشادي وانا بشتغل مع الناس، لان انا نزلت دروس السنه دي، فدي كانت بالنسبه لي افكار لقيتها مهمه وانا بنزل مع الناس. وانا ما نزلتش فيزيكس كتير برضو. خد بالك انا عايزك تقول لي برضو انا في الاخر شاطر في الفيزيكس ولا لا. عندنا هنا التورك والفورس، ناقصنا مين؟ ناقصنا التورك، والتورك اللي هي بتساوي ايه؟ بايان ساين سيتا، ودي بتاعت مين؟ بتاعت الموتور. عايزك بس تاخد بالك من حاجه، لو عندنا كويل وهنا، عشان هو بقى بيسأل عن الموضوع ده كتير، ادي النورث وادي الساوث، الكهرباء بتمشي كده، ادي ده اتجاه الكهرباء وادي ده اتجاه المagnetic فيلد. تعالى نعمله بلون تاني، نحولات نعمله بلون تاني، ادي ده باتجاه المagnetic فيلد. عايزك تاخد بالك من حاجه في البوزيشن ده اسمه ايه؟ اسمه ان الكويل باراليل. تمام؟ عايز تاخد بالك من حاجه، شايف السلك ده والسلك ده؟ بذمتك دول هيبقى فيهم فورس؟ مش هيبقى فيهم فورس. ليه؟ لان قانون الفورس بي اي ال ساين سيتا، والسيتا هنا بكام؟ السيتا ايكوال 0، فانت بتعمل ساين 0 فالفورس تطلع ايكوال 0. فتاخد بالك ان السلكين دول في البوزيشن ده ما فيهمش فورس. امتى يبقى فيهم فورس؟ في البوزيشن البيربنديكولر. ليه في بوزيشن البيربنديكولر ليهم فورس؟ اهو ده كده بيربنديكولر. ليه ساعتها هيبقى ليهم فورس؟ لان السلك ده هيبقى بيربنديكولر مع المagnetic فيلد، فلما يبقى بيربنديكولر مع المagnetic فيلد ساعتها يبقى ايه؟ يبقى ليه فورس. بس الفورس اللي هنا خد بالك هو هيبقى كويل، فالفورس اللي هنا هتبقى لفوق والفورس اللي هنا هتبقى لتحت، الاثنين في نفس عكس بعض ومفيش بينهم مسافه فيكنسلوا بعض. بيسأل دايما على السلكين دول، يبقى خد بالك السلكين دول اهو، السلكين دول اللي انا بقول لك عليهم في الحاله دي ما فيهمش فورس، في الحاله اللي فوق الفورس فيهم ماكسيمم، وانا وضحت لك ليه. طب السلكين دول
السلكين دول دايما الفورس فيهم ماكسيمم، لان هم دايما بيربنديكولار. بصوا احنا هنا بيربنديكولار عليه اهو، هم فوق. بصوا احنا هنا هم برضو بيربنديكولار عليه، لان هو هيقطعه. فانت دايما هتلاقي السلكين دول بيربنديكولار، وهتلاقي ان هم دايما اهو، بص هنا هم بيربنديكولار برضو، هم فوق وده بيربنديكولار عليه. فانت دايما هتلاقي السلكين دول بيربنديكولار مهما حصل. بس الفكره كلها ايه؟ لما بيبقوا في البوزيشن ده، استنى كده، البوزيشن ده ولا البوزيشن ده؟ في البوزيشن ده. لما بيبقوا في بوزيشن ان هم بيربنديكولار، ده هنا النورمال بالظبط كده. لما بيبقوا في بوزيشن ان هم بيربنديكولار بيبقوا عكس بعض فبيلغوا بعض، انما هنا بيبقى عكس بعض وبينهم مسافه فيخلوه يلف. عارف انا اتاكدت ازاي بقى؟ يعني انا قلت لك المعلومه كلها ان هنا مفيش تورك، التورك ايكوال زيرو، وهنا التورك ايكوال ماكسيمم. خد بالك من الفكره دي، ان الفورس دايما ماكسيمم، بس التورك هنا ماكسيمم وهنا التورك بزيرو. دي معلومه مهمه جدا على السلكين دول. تمام. عارف انا اتاكدت ازاي؟ انا معلمها ازاي؟ بذمتك مش هنا ده النورمال اهو باصص لفوق، وهنا دي المagnetic فلكس، او لو هنعمل النورث باصص لفوق، طبعا المagnetic فيلد نفسهم يبقوا مع بعض، فطبعا ده نفسهم ينيمهم، فهنا يبقى في ايه؟ فورس ماكسيمم، تورك ماكسيمم، عشان نفسهم ينيموا بعض. انما هنا نفس اتجاه المagnetic فيلد مع اتجاه التورك، ده هنا ده منع عينه يفضلوا كده، فالتورك يبقى كام؟ زيرو. دي الطريقه اللي انا كنت معلمها بيها، وقلت لك كل التفاصيل اللي فيها. بجد بقى بيسعى على المعلومه دي كتير، ومعلومه السلكين دول بالذات كتير جدا، ان السلكين دول دايما الفورس عليهم ماكسيمم، بس مش دايما التورك ماكسيمم. التورك هنا ماكسيمم انما التورك هنا بزيرو. السلكين دول هنا الفورس بزيرو وهنا فوق الفورس بماكسيمم. تاخد بالك هم باراليل ولا بيربنديكولار؟ لو بيربنديكولار ماكسيمم، لو باراليل بزيرو. تمام؟ يا رب ابقى عرفت اوضحها وما توهتكش كتير في الكلام. بس والفكره كلها ايه؟ بيان ساين ثيتا يا باشا وبتحسب، ما فيهاش اي مشكله. خد بقى يعني ممكن يلعب على ايه؟ يا هيلعب على البي، على الاي، على الاي، على الان. لو قلل الاريا هتقل، لو قلل الان هتقل، هكذا. خد بالك بس ممكن يلعب على مين؟ على الفي او الار، لان الفي او الار احنا عارفين ان هم كونكتد بمين؟ بالاي. يبقى اول ما تشوف اي تعرف ان هو ممكن يلعب في في او ار. تمام؟ اخر حاجه عندنا هي مين؟ الديفايسز. والديفايسز بيتقسموا للاميتر والفولت ميتر، واخر واحد الاوميتر. انا بشوف الفولت ميتر والاميتر زي بعض، ليهم نفس القوانين وليهم نفس كل حاجه. وعندك ليهم ايه؟ عندك ليهم قانونين، يا هتحل بالريشيو يا هتحل بالقوانين العاديه. ايه هي قوانين الريشيو عشان نعرف ازاي هنحل بيها؟ قوانين الريشيو ان الاي ايكوال ان اي جي، او الفي ايكوال ان في جي، هما نفس الحاجه. ما هي الاي ايكوال ان اي جي او الفي ايكوال ان في جي. والان دي مين؟ الان دي السنسيتيفيتي، انت زودت السنسيتيفيتي قد ايه او قللت السنسيتيفيتي قد ايه، يعني هو بقى بيقرا اي اكتر بقد ايه. تمام؟ بعدها عندك على حسب انت بتستخدم جالفانومتر، على حسب انت بتستخدم اميتر ولا فولتميتر. لو اميتر هتبقى الار جي ايكوال ان ماينس 1 ار اس. مش انت هنا بيبقى عندك الار اس هي الصغيره، حط ان ماينس 1 جنبها. طب بالنسبه للفولتميتر مش انت بيبقى عندك الار ام هي الكبيره، يبقى حط ان ماينس 1 جنب مين؟ جنب الار جي. فانت بيبقى عندك القانون ده بالنسبه للايات وبالنسبه للارات. ايات اي ايكوال ان اي جي او في ايكوال ان في جي. طب بالنسبه للارات حط الان ماينس 1 جنب الحاجه الصغيره. لو انت شغال اميتر الار اس هي الصغيره، حط جنبها ان ماينس 1، يبقى الار ايكوال ان ماينس 1 ار اس. طب لو انت شغال فولت ميتر الار ام هي الكبيره، يبقى الار ام ايكوال ان ماينس 1 ار جي. وهي دي الفكره كلها. لو اخدت بالك القانون ده كله بيعتمد على ايه؟ ان يبقى عندك ان يقول لك السنسيتيفيتي قلت بقد ايه، او يقول لك هو بقى بيقرا قد ايه. فالقانون ده هستخدمه امتى؟ لما يبقى عندي مين؟ سنسيتيفيتي، او مديني في والفي اللي بعدها، او ار والار ام. ليه؟ لان هو لو مديني الار جي والار ام انا اقدر اجيب الان، ومن هنا اقدر اشتغل. لو مديني الفي والفي اللي بعدها انا اقدر اجيب الان، يبقى هي دي الحالات اللي هستخدم فيها القانون ده. في والفي اللي بعدها هجيب الان، ار والار اللي بعدها هجيب الان. فاهم قصدي؟ نفس الموضوع مع الاي، يعني ممكن اي والاي اللي بعدها عادي جدا. يبقى امتى بستخدم قوانين الريشيو في الحاله دي؟ امتى بستخدم القوانين العاديه؟ وايه هي اصلا القوانين العاديه؟ القوانين العاديه اصلا ان احنا نقلبها سيركت. يا عم من غير ما نقلبها سيركت، بس يعني انا عايزك تعرف ان انت ممكن تحل الاميتر والفولتميتر دول سيركتس عاديه جدا. الاميتر ده عباره عن ايه؟ الاميتر ده عباره عن الجالفانومتر فوق وعندك الار شنط تحت. انما الفولتميتر عباره عن الجالفانومتر اهو وعندك الار ام سيريز. فلو هنتكلم عن الاميتر قانون الار اس هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن في جي على، احنا عايزين الاي اللي تحت
صح ولا لا؟ ف اي ماينس اي جي اهو. ليه؟ مش احنا عايزين الار اس فالفولتج ثابت، الفولتج كونستانت، فالفي جي هي اللي كونستانت على اي ماينس اي جي عشان نجيب ايه؟ الاي اللي تحت. هي دي الفكره كلها وده الار اس. انما هنا يعني ممكن تحلها حرفيا مساله شابتر 1 لو ده بالنسبه لك هيريحك. طيب بالنسبه للاوميتر، بالنسبه قصدي للجالفانوميتر، كل اللي انت هتعمله ايه؟ مش انت عايز الار ام؟ طب ما الار ام هتبقى عباره عن ايه؟ عكسها في ماينس في جي على اي جي. مش الاي هنا هي الحاجه الثابته، هثبت انت كده كده الار في على اي، في على اي اهي، في على اي هنا وفي على اي هنا. مش الاي هنا الحاجه الثابته، هسيبها ثابته وماينس اللي فوق. مش مش الفي هنا الحاجه الثابته عشان بارل، هسيبها وماينس اللي تحت. هعمل اي ماينس اي جي وهعمل فوق في ماينس في جي. ده القانون حرفيا، هو ده القانون وخلاص هتحل على اساسه. يبقى انت ممكن تستخدم الريشيو، ممكن تستخدم القانون ده على حسب اللي مريحك. في اي حاجه صعبه؟ ده بالنسبه للديفايس. عندنا بعدها مين؟ ناقص الديفايس الاخير. استنى بقى. عندنا بعدها اخر ديفايس وهو ديفايس الاوميتر. ولازم تبقى فاهم الاوميتر ايه هو رسمته او ايه دنيته. الاوميتر فكرته كلها ايه؟ الاوميتر مش زي السيركتس الثانيه ان انت بتقيس حاجه في سيركت، لا الاوميتر انت بتقيس ريزيستنس بره، فبيبقى عندها سورس اللي هو مين؟ الفي بي اصلا بتاعتك، وبيبقى متوصل بريزيستنس كونستانت، دي الريزيستنس العاديه، وبعدها يتوصل بجالفانومتر، وبعدها يتوصل بريهوستات، هو ده اللي بيظبط الحاجه اللي هنا، وبعدها بيبقى عندها مكان فاضي لمين؟ للريزيستنس اللي هتركب. اول حاجه لازم تبقى عارفها في الاوميتر ان السكيل بتاعه عكس الطبيعي. يعني اهو ده السكيل هنا، السكيل ماشي ازاي؟ 0 ربع اي نص اي 3/4 وبعدها الاي. تمام لحد دلوقتي هل في مشكله؟ الريزيستنس ماشيه بالعكس، الريزيستنس هنا 0 هنا، فاهم قصدي؟ هنا 0 هنا 1 هنا مثلا هنا الانفينيتي. ليه؟ لان معناها ان هو قاري الاي بزيرو، معناها ان السيركت اوبن، معناها ان مفيش ريزيستنس، وهكذا. يعني انت كل ما تمشي كده كل ما الريزيستنس تزيد، وكل ما تمشي كده كل ما الريزيستنس تقل، وكل ما الاي تزيد. وانا بالنسبه لي بشوف ان الطريقه اللي بحب احل بيها الاوميتر هم قانونين بالظبط. يا الريشيو برضو نفس الفكره، يا الريشيو يا الاسئله العاديه. امتى احل الريشيو؟ لو هو جايب لي السكيل، وساعتها كل اللي انا بقوله ايه؟ ان الار اكس ايكوال ان ماينس 1 ار ديفايس، والان دي هي عباره عن ايه؟ شقلوب الاي. يعني لو 3 على 4 اي يبقى الان 4 على 3، لو هاف يبقى الان ب 2، لو 1 يبقى الان ب1. يبقى ايه هي عباره عن الان دي؟ شقلوب الاي. لو نص ب 2، لو 3 على 4 4 على 3 هكذا. واحل من هنا واجيب الار ديفايس واجيب الار اكس، هيديني حالتين واحل منها على 2 ايكويشنز. يبقى ده بالنسبه لقانون الريشيو. ممكن اقول حاجه بقى مميزه في قانون الريشيو او في الاوميتر عموما، ان الار اللي عند النص هي الار ديفايس. والمعلومه دي مهمه جدا 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 جدا. ليه؟ لان انت هتلاقي ان الار اكس ايكوال عند النص، مش احنا قلنا شقلوب يعني بناخد الان هي الشقلوب، فهتبقى 1 على 2 اللي هي كام؟ اللي هي 2، فتبقى 2 ماينس 1 ار ديفايس، فتطلع ان الار اكس ايكوال ار ديفايس، وهو ده اللي انا لسه قايله لك. فدي معلومه بصمغه هتلاقيها جايه بكره، ان ايه؟ ان عند النص الار اكس ايكوال ايه؟ ار ديفايس. القانون التاني اللي هتستخدمه امتى هتستخدمه؟ لو جاب لك الارز انترنال، قال لك ان انت عندك ار هنا كونستانت بكذا وار الريهوستات بكذا، او عايز يغير ار الريهوستات يبقى بكام. مش شرط لما يعوز يغير ار الريهوستات يبقى بكام. لو عرفت تستخدم دايما قانون الريشيو يبقى اسهل. ما عرفتش هتعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتقول ان الفي ايكوال اي في ار، اللي هي عباره عن ايه؟ الفي ايكوال اي، فاجمع بقى كل الارات دي، الار دي بلس الار دي بلس الار دي بلس، فاهم؟ وعلى حسب الار اكس بقى، لو بزيرو او لو الار اكس بكام، شوف بقى الار اكس هتبقى بكام في الحاله دي. بس هم دول قانونين الاوميتر. رغم ان الاوميتر بشوفه ان هو بيبقى دايما من الاجهزه الصعبه اللي عامله للناس مشاكل، بس هو حرفيا القانونين دول. تمام؟ تعالى نحل الاسئله اللي جايه على تشابتر 2 ونشوف الدنيا ايه. اهو ده اول سؤال. الفكر بيقول لك ان احنا عندنا سيلينويد with length L and the number of turns N. خد بالك في اسئله ساعات بيحب يطول، فانت ايه؟ لخص الدنيا. at the center of the عندنا سيلينويد وجواه كويل. The circular coil was placed radius 0.5 L N 0.5 I. بيقول لك هنغير الحاجات اللي قدامنا دي. which of the change
lead to obtain zero net magnetic flux density at the center. يبقى هو عايز يعرف مين اللي هيدينا زيرو. يبقى اول حاجه لازم الاثنين اصلا من البدايه يبقوا عكس بعض. تعال نبص فعلا من البدايه الاثنين عكس بعض اهو، ده كده وده كده، ففعلا الاثنين عكس بعض. يبقى اي حاجه فيها ان احنا نغير الدايركشن مش هقبل بيها. بعدها لازم اعرف مين اكبر من الثاني، ما لازم اعرف انا محتاج اكبر مين. تعال نبدا بالسولينويد. قانون السولينويد هو ايه؟ ميو ان اي على ال. هو مديني كل الحاجات بالمجهول، الان والال والاي وميو. طيب ماشي، يبقى كل حاجه زي ما هي هنا. القانون بتاع الثاني ميو ان اي على 2 ار. تعال نبص بقى كده، قال لك ان الار بكام؟ 0.5 ال، فالار ب 0.5 ال في 2 فتطلع تحت ال. يبقى كده الالات ما فيهاش مشكله زي بعض. النمبر اوف تيرنز ان و 0.5 اي. يبقى احنا عندنا الكويل نص السيلينويد. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اضرب الكويل في 2. يبقى هي دي الحاجه اللي انا محتاج اعملها، ان انا اضرب الكويل في الاثنين. يبقى انا هشوف مين من الاختيارات دول هيخليني اضرب البي بتاعت الكويل في 2، لان هو ده اللي هيخليه بزيرو عشان يبقوا قد بعض. مش عايزهم قد بعض عشان يبقى بزيرو، فهي دي الحاجه اللي انا محتاج اعملها. فريديوسينج ذا لينث اوف ذا سيلينويد باي هاف، لا انت كده لو قللت ده بهاف انت كده هتزود السيلينويد، لا. reducing the diameter of the circular coil by half، لو قللت الكويل بنص تزوده الضعف، هي دي اللي انا عايزها. يبقى 2. increasing the intensity of the current passing through، لا السيلينويد مش عايز ازود فيه، انما ازود في مين؟ ازود في الكويل فعلا. يبقى انا محتاج 2 و4. شفت الفكره كلها بسيطه ازاي؟ كل اللي انا عملته ايه؟ شفت انا محتاج اعمل ايه في الكويل، وانا عندي هو الكويل وسيلينويد. شفت انا محتاج ازود قد ايه في الكويل، ورحت اخترت من الاختيارات. انت تبان ان الموضوع بيتوه، بس الموضوع مش متوه. الموضوع كله ان انت تشتغل مره على الكويل ومره على السيلينويد وخلاص. تعال نبص عندي دي اهي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان احنا عندنا اللي هنا دي، عندنا واير اكس واي واللينس بتاعه كام؟ ال، ويونيفورم كروس سكشن، ومتوصل ببطاريه في بي. بص طالما قال لك ان هو متوصل ببطاريه في بي، انا عارف ان في خازوق غالبا في الحته دي، بس تعال نبص. قال لك ان هو عنده نيجليجابل انترنال ريزيستنس وبليزد ان يونيفورم ماجنتيك فيلد بيربنديكولار اوت اوف ذا بيج. يبقى هو متوصل بايه؟ ببي اوت اوف ذا بيج. تمام. with a flux density B producing magnetic force acting on the wire equal F. يبقى الفورس ايكوال كام؟ بي اي ال. هل في مشكله لحد دلوقتي؟ هي دي الفورس هو مديها لي، ومديني كل الارقام بالمجاهيل. if the wire has drawn to length of 2L، دي اللي لسه قايلها لك. الواير حصل له درون للينس 2L. يعني ايه درون؟ يعني حصل له يونيفورم. يعني ال R1 على R2 ايكوال L1 على L2 سكوير. يعني لو اللينس زادت ضعف يبقى الار زادت قد ايه؟ 4 اضعاف. والاي قلت الربع، فالاي قلت الربع واللينس زادت ضعف. ايه اللي يحصل للفورس؟ قال لك اهو بص سيمباتري، قلت لك لازم يقول لك سيمباتري. يبقى ايه اللي يحصل للفورس؟ تقل النص. انت تشوف اللينس زاد الضعف فتروح تختار ان هو زاد الضعف، وتستغرب ان هي في الاخر ايه؟ قل النص. ليه؟ لان هو بيلعب على الحته دي بقى، ان انت مش مترجم. طالما جايب لك في بي وسيركت ودايره والحاجات دي كلها، اعرف ان هو هيلعب على مين؟ حته الاي. طالما عندك فولتج وار، اعرف ان هو والله هيلعب على حته الاي، لان هي حته مهمه جدا 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 جدا. تمام؟ بيقول لك عندنا الفيجر هنا show 3 parallel straight wire in one plane if wire z is moved distance so the magnetic force. عايز المagnetic force اللي على مين؟ اللي على واي. يبقى انا بالنسبه لي مين المهمش؟ واي. وعندنا قانون المagnetic فورس بي اي ال. هل الاي اتغيرت؟ لا. هل ال اتغيرت؟ لا. يبقى اللعب كله في مين؟ في البي. يبقى انا عايز اعرف البي هتزيد ولا هتقل. طيب يبقى انا محتاج اعرف الريجون ده ريجون البلس ولا ريجون الماينس. هما سيم، يبقى سم، يبقى بلس ماينس بلس. يبقى ده في ريجن الماينس. تمام؟ سوري. يبقى ده في ريجن الماينس. طيب بما ان هم في ريجن الماينس، يبقى انا محتاج اعرف مين اللي تاثيره اكبر؟ اكس ولا زد؟ ما انا هقول لك على حاجه، مش دلوقتي احنا عندنا هيبقى يا اكس ماينس زد يا زد ماينس اكس، هي حاجه من الاثنين. طب لو اكس ماينس زد وانا بقرب زد، يعني انا بكبر زد، يبقى ساعتها ايه اللي يحصل؟ تقل. طب لو زد ماينس اكس، لو زد هي الكبيره وانا بقرب زد، لا زد تكبر، يبقى ساعتها تزيد. فلازم اعرف مين الاكبر. دي اي ودي اي، مش هي دي اللي هقارن بيها، دي ودي 2 دي. طب الديستانس ايه الريليشن بتاعتها؟ انفرس. يبقى اكس هو الاكبر، يبقى المفروض ان هي اكس ماينس زد. طب ومش انا بقرب زد؟ موف توردز واي، يعني انا بقرب زد، يبقى زد بيزيد. يبقى اكس ماينس زد طبيعي اللي يحصل لها اكس ماينس زد تقل، فعشان كده ديكريس. شفت الفكره تبان معقده بس هي سهله ازاي؟ كل الفكره كلها ايه؟ اف ايكوال بي اي ال، واشوف انا باثر على مين فيهم. في حاجه صعبه؟ تعال نشوف اللي بعده. الفكره دي بتيجي كتير، وفكره ان انت تعمل ايه؟ ان انت تجيب ستريت واير وتخليه يا شكل سيركل يا شكل مربع. وانا عايز اقول حاجه على الفكره دي ازاي انزل بتاع ده، ان انت تجيب ستريت واير اهو وتخليه يا شكل سيركل يا شكل مربع. والفكره كلها بسيطه، الفكره كلها ان طول السلك ده ايه؟ ال. ايش انا هعمله مربع؟
مربع يعني المفروض مجموع السايدز كلها يبقى بال، والمربع بيبقى السايدز ايكوال تقريبا، ايكوال، فالمفروض يبقوا ايه؟ يبقى كل واحد ربع ال، فالاريا تطلع 1 على 16 ال سكوير. يبقى دي اول فكره. ليه؟ لان انا معايا سلك طوله متر، هعمله مربع، فيبقى كل ضلع ربع متر. هي دي الفكره كلها، وهي دي فكره المربع. يلوي في حاجه صعبه؟ طب فكره السلك اصعب شويه. ان الفكره كلها ايه؟ ان السلك محيطه هيبقى ب ال، اللي هو مين؟ ال 2 باي ار ايكوال ال، فلاقي ان الار ايكوال ال على 2 باي، فلاقي ان الاريا ايكوال باي ار سكوير ايكوال باي في ال على 2 باي سكوير، فتطلع انها باي ال سكوير، فتطلع انها ال سكوير على 4 باي. المعلومه دي مهمه جدا 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 جدا، جابها كتير في الاسترشادي، فخلي بالك من فكره ان انت تعمله دايره او ان انت تعمله مربع. الموضوع بسيط بس هو بيتوه شويه. تمام؟ فبيقول لك ان احنا عايزين ايه؟ الماجنتيك دايبول مومنت. هتبقى الماجنتيك دايبول مومنت دي اللي هي ايه؟ ايان، فنفس السلك نفس الاي نفس والان بواحد. يبقى الفكره كلها في مين؟ في الاريا اللي احنا لسه قايلين انها ايه؟ ال سكوير على 4 باي ومضروبه في الاي. خد بالك بقى، مش 4 باي سكوير. تمام؟ في حاجه صعبه؟ تعال نكمل. بيقول لك ان الفولوينج عندنا مين؟ galvanometer with resistance RG with a maximum voltage difference that can be measured by the galvanometer VG. ماشي. To convert it into a voltmeter it was connected ماشي to RM where RM equal 4 RG. ماشي، يبقى هنا RM equal 4 RG wants to measure a maximum potential difference of VX. يبقى هنا دي ال VX and once again to measure a maximum potential difference of VY. ماشي، يبقى احنا مره عملناها هنا عملناهم 2 RM ومره عملناهم سيريس كده. طيب ماشي، مش احنا معانا ال RM ومعانا ال VG؟ ماشي، الموضوع بسيط جدا. مش هنا 2 RM يبقى هيبقوا كام؟ 8 RG، صح ولا لا؟ طب مش قلت لك لما يبقى معاك ال RG وهو كام RG تستخدم قانون الايه؟ ال N-1، قانون الريشيو. يبقى انا عرفت منين انها ريشيو؟ ان هو مديني الارقام اصلا بالريشيو. يعني بص، هو مديها لي ازاي؟ هو مديها لي بالريشيو، فخلاص انا هستخدم قانون الريشيو، بس هو ده اللي انا هعمله. فهقول ايه؟ مش احنا اتفقنا ان انا احط ال N-1 جنب الصغير، فال RM ايكوال N-1 RG، الصغير هو RG وال RM بكام؟ ب 8 RG. يبقى ال N بكام؟ ال N ب 9، يبقى ال N هنا ب 9 وال N هنا بكام؟ يبقى ال VY ب 9، وهنا ال N هلاقيها بكام؟ هلاقي ان RM 4 و4 هلاقيها ان هي 2 RG، فهلاقي ان ال RM equal N-1 RG، هلاقي ان ال N بكام؟ ب 3، فهلاقي ان ال VX على ال VY بواحد على 3. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ اول ما لقيت فولتميتر كل اللي انا عملته هو الموضوع ده. انت تبقى عارف بس ان ال N-1 هنا وال RG كده كده هتطير ال RG، فهتزود واحد وتطلع هي دي ال N. في اي مشكله؟ فوتنا السؤال اللي قبليه عشان كده كده حلينا على اميتر كتير. تعالى بس نخلص الباقي. بيقول لك ايه؟ الفيجر ريبريزنت اميتر رينج، يعني ال N بواحد، وعندك current intensity 2I generated magnetic field at the center of the ring M. ماشي، عندنا هنا magnetic field لازم اعرف الدايركشن بتاعه هيبقى X. عندنا 2 وايرز 1 و 2 tangent to the ring. يبقى انا اول حاجه عملتها ايه؟ الدايركشن. لما بلاقي حاجات كتيره كده بعرف ان الدايركشن مهم. فهو بيقول لك ان الاتجاه بتاعهم زي ما انت شايف. بالنسبه السلك لو كان فوق كنت هخش برجلي اليمين، يبقى هنا اليمين هتبقى فين؟ تحت، يبقى دي بتاعت السلك، يبقى الاثنين اكس. بيقول لك ان احنا عايزين الدايركشن والانتنسيتي بتاعت الالكتريك كارنت انتنسيتي عشان نعمل ايه؟ عشان نخليها remains equal B. طيب ماشي، مش هو الكويل لوحده كان ببي؟ بعدها لما حطيت السلكين في سلك منهم اكس، فكده البي هتزيد، فانا عايز اخلي السلك التاني يخليهم نفس البي. انا عايز الكرنت يريمين بي، فانا عايز السلك التاني يبقى ايه؟ يخلي هنا ايه؟ دوت، فالدوت دي تشيل الاكس دي فيفضل بي. فهي دي الفكره كلها. يبقى انا ليه عايزه دوت؟ عشان يشيل اكس. ما لو حطيت اكس كمان هيبقوا بلسات كلهم، وده اللي انا مش عايزه، فانا عايزه دوت كمان عشان يشيل الاكس دي. فالدوت دي هعملها ازاي؟ لو هو فوق كان هيبقى اكس، فهخليه ايه؟ هخليه لتحت. ليه؟ عشان يعمل دوت، عشان يبقوا عكس بعض، عشان يبقى هنا ماينس. فكده كده هتبقى ايه؟ داون اوف ذا بيتش. طيب بالنسبه للاي، مش انا عايزه يبقى قد ده عشان يشيلوا هم كده كده الاثنين تانجنت عند الميد بوينت، يبقى خليها اي برضه عشان يكنسل السلك الثاني وتفضل بي. هي دي الفكره كلها. يبقى الفكره كلها ايه؟ في الدايركشن. انت لو عرفت الدايركشن خلاص. شابتر 3 ليه؟ هي 3 يا 4 حاجات يعني، لسه هنكتشف سوا. اول قانون يعني بيتهيألي هيبقوا 4 عشان الترانسفورم. اول قانون وهو القانون الجوكر اللي هو بيقول لك ايه؟ نيجاتيف ان دلتا فاي ام على دلتا تي. ده اول قانون، والقانون ده اللي هو بتاع ايه؟
اللي ينفع لاي حاجه في الشابتر 3. الشابتر 3 بيتكلم على اندكشن الكهرباء، ان انا هعمل ايه، ان انا هولد كهرباء. تمام. اول فكره واول قانون هو قانون الجوكر ده، نيجاتيف ان دلتا فاي ام على دلتا تي، وده ينفع في كله. تاني قانون وهو الاندكشن، الميوتال اندكشن او السيلف اندكشن، وده بيبقى ايه، ام دلتا اي على دلتا تي او ال دلتا اي على دلتا تي. ودول نفس القانونين، ولازم تعرف ان الام والال هنبقى نقول عليهم يعني بعد كده. المهم ان هو بتاع ايه، بتاع سيلف اندكشن. وبعدها عندنا الدينامو، واخر حاجه عندنا هي مين، اخر حاجه عندنا هي الترانسفورمر. تمام. نتكلم على اول قانون وهو قانون الجوكر، نيجاتيف ان دلتا فاي ام على دلتا تي، وممكن نقسمه لايه، نيجاتيف ان دلتا بي اي كوساين سيتا على دلتا تي. ده لو مديني البي اي. والقانون ده بستخدمه ينفع في اي واحد من الاربعه دول، هستخدمه على طول وهيديه. لازم ابقى عارف بس في ايه، الدايركشن، ازاي اعمل الدايركشن. والدايركشن كلها بسيطه، كنت عامل لها اصلا فيديو على التيك توك. الموضوع كله بسيط. بتعمل ايه يا باشا، اللي هي بص، اعتبر الكويل ده حد قاعد في مكانه، الحاجه اللي هتعملها هو هيعمل عكسها. يعني ايه، من الاخر، حب البنت تسيبك، سيب البنت تحبك. يعني انت لو حبيت البنت هي هتسيبك، ولو سبت البنت هتحبك. لو انت بتقرب منه بتحط نورس ناحيته، بتقرب منه اهو، مثلا انت بتقرب منه اهو، عامل نورس ناحيته، هو هيبعد عنك فيعمل نورس في وشك عشان يعمل لك ريبولشن. هي دي الفكره كلها. طيب لو انت زودت الاي اكنك بتقرب منه يعمل لك ريبولشن برضه. طيب لو انت زودت الار يبقى انت قللت الاي، يبقى بتبعد عنه. فاهم الفكره؟ بس. فالموضوع كله قايم على ايه، حب البنت تسيبك، سيب البنت تحبك. يبقى لازم تعرف الدايركشن اللي انت هتعملها. لو بتقرب هو هيبعدك يحط الريبولشن في وشك، لو بتبعد هو يقربك يعمل لك اتراكشن، يحط الاتراكشن في وشك. زودت الاي اكنك بتقرب. ده كده اول قانون والقانون الجوكر. تاني قانون وهو قانون الاندكشن، الام دلتا اي على دلتا تي. ودي فكرته كلها ايه، ان احنا كان بيبقى عندنا ميوتال اندكشن، اتنين كويل جنب بعض بيعملوا لبعض اندكشن، او سيلف اندكشن، الكويل ذات نفسه هو بيعمل. وقانون الام كان ميو ان 1 N2 A على L. طيب وقانون ده كان ايه، ميو N سكوير A على L. ودايما بيجيب الموضوع ده في شكل ايه، في شكل ريشيو. لازم تاخد بالك منه ان هو هيجيب لك يا ده يا ده في شكل ريشيو. والدلتا اي على دلتا تي سهله يعني، مش محتاجه حاجه. المهم ان ده يبقى ايه، في الهنري. والدلتا اي على دلتا دي دول بتوع مين، البرايمري، لان طبيعي ان انا مدخل واحد كهرباء والتاني بيحصل فيه اندكشن. خد بالك بقى من الموضوع ده. تمام. بعدها عندنا مين، الدينامو. والدينامو قانونه ايه، باون ساين سيتا. خد بالك السيتا دي مع مين، مع النورمال. قال لك اي حاجه تانية خد غير النورمال اعمل 90 ماينس سيتا. بالنسبه لبقيه الحاجات بي اي اوميجا ان، الاوميجا دي اللي هي ايه، 2 باي اف. تمام. مش احنا قلنا ان احنا هنا ممكن نستخدم قانون نيجاتيف ان دلتا فاي ام على دلتا تي. ساعات بقى بيستخدم حاجه، ان قانون نيجاتيف ان دلتا فاي ام على دلتا تي ده ممكن يبقى نيجاتيف ان بي اي على دلتا تي، صح ولا لا؟ كوساين سيتا في الاخر غالبا بنشيل. فالبي اي ان دي اللي هي ايه، بي اي ان على دلتا تي. ممكن تجيبهم من هنا، مش باون دي اللي هي بي اي 2 باي اف ان. فكك من الساين سيتا دلوقتي، بي اي 2 باي اف ان. ومش ممكن اشيل الاف واحط مكانها البيريودك تايم اللي هي بي اي 2 باي ان على تي. هو ده الفرق، بس ان انت تودي ال 2 باي الناحيه الثانيه تقدر تشيلهم وتعوض مكانهم. فتاخد بالك من الحته دي، ان انت عندك النيجاتيف ان دلتا فاي ام على دلتا تي بتبقى بان على دلتا تي، ان انت ممكن تجيبها منين، من باون. وباون ده الماكسيمم. تمام لحد دلوقتي في مشكله؟ اخر حاجه بقى عايز اقولها لك ايه على حته باون دي، ان انت عندك 4 حاجات. اول حاجه الانستنتينيوس اللي هي اللحظيه، او خلينا نبدا الاول بالماكس وبعدها انستنتينيوس وبعدها افريج. الماكس ده اللي هو ايه، الماكس ده اللي هو باون. الانستنتينيوس باون ساين سيتا. الافريج ده اللي لازم تستخدم له قانون نيجاتيف ان دلتا فاي ام على دلتا تي. وزي ما قلت لك بقى ممكن تجيب البان من الماكسيمم وبعدها تعوض بيها ان انت تقسم على التي البريودك تايم وتعوض بيها في الافريج. واخر واحده عندنا مين، هي الافكتيف. ودي اللي انا بعمل لها ايه، بعمل فيها في الساين 45. لازم تاخد بالك من التحويلات كلها. يبقى عشان اروح من باون للافكتيف بضرب في ساين 45، عشان اروح للانستنتينيوس بضرب في ساين سيتا، عشان اروح للافريج لو ربع او نص كان بتبقى 4 بفين. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ بس اخر حاجه عندنا هي مين، الترانسفورمر. وقانون الترانسفورمر سهل مش صعب. كان بيقول لك ايه، كان بيقول لك ان هي ايتا في 1 على في 2 ايكوال ايتا في 1 على في 2 ايكوال
N1 على N2 ايكوال الوحيده اللي عكس I2 على I1. دي الوحيده اللي بعكس فيها. بس ده حرفيا قانون الترانسفورمر، ما فيهوش اي معلومه مميزه. الفكره كلها ايه؟ ده الوحيد اللي الفولتج والاي عكس بعض. ليه؟ لان الباور لازم تبقى ثابته، لو زودت الفولتج الاي تقل، ولو قللت الفولتج الاي تزيد. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ دي حرفيا هي قوانين الشابتر 3 كلها. تعال نبص الشابتر 3 في النموذج الاسترشادي ده جه ازاي، وبعدها نكمل ونخلص الشابتر 4. وغالبا برضو الشابتر 4 هنعمله بسرعه لان الشابتر 4 مش طويل. بس مش لازم امسح كله بقى. يلا يا قلبي. طيب بيقول لك عندنا اكسبيرمنت 2 ماجنت اكس وواي هنحركهم ناحيه سيلينويد. تمام. approaching with velocity v ده اللي هو بيأثر على التايم، كل ما السرعه تزيد كل ما الاي ام اف تزيد. لا دي خلاص المفروض معلومه انت عارفها. towards the coil magnet y with magnetic flux نص بي، يبقى هنا الفلكس ايه؟ نص الاولانيه، بس السرعه 4 اضعاف. يبقى هنا ده اضرب بقى الاثنين في بعض، هنا ده ب2 وهنا ده ب1، يبقى y هيبقى ضعف x، بس يبقى y هي اللي اكبر. in case of magnet x لا، مين اللي هيعمل greater EMF؟ هو y in case of magnet y. ليه؟ عشان y عنده السرعه 4 اضعاف. فبيقول لك ليه؟ عشان ال change in flux density is greater ولا ال rate of change of flux؟ لا، ال rate of change of flux. لان البي ذات نفسها ما بتتغيرش. مين اللي بتتغير؟ الفاي ام. خد بالك من المعلومه دي، ان الفاي ام هي اللي بتتغير مش البي. البي بتاعت الماجنت كونستانت، انما مين اللي بيتغير؟ الفاي. تعالى اللي بعدها بيقول لك ان انت عندك 2 ميتال رودز بي وكيو بيتحركوا at the same speed v perpendicular in the same uniform magnetic field B. ماشي، يبقى احنا عندنا 2 ميتال رود. وكان في قانون كمان اللي احنا ممكن نزوده اللي هو بي في ال، وده زيه زي لب، فاهم؟ بس هو بي في ال. بس فبيقول لك ان احنا عندنا بي بيبقى اللينس بتاعه ال والتاني اللينس بتاعه 2 ال. if you know that the electric conductivity of B is greater than that of rod Q which of the following statement is correct. طيب هل الكوندكتيفيتي ليها علاقه بالفولتج اللي هيحصل له انديوس؟ لا، الاي ام اف ليها علاقه بمين؟ بالبي في ال. امال الكوندكتيفيتي ليها علاقه بمين؟ بالاي، لان الكوندكتيفيتي هتاثر على الريزيستنس، تقلل الريزيستنس فتزود الاي. خد بالك من الفرق بين الاثنين، انت بتاثر على الريزيستنس مش بتاثر على الاي ام اف. تمام؟ فبيقول لك مفيش اي ام اف، لا كده كده هيبقى في اي ام اف. the generated EMF in the is equal، لا هما ايه؟ واحد 2 ال وواحد ال، فطالما ال اتغيرت لا، يبقى اول اتنين لا. EMF generated عند رود كيو، مين فيهم رود كيو؟ رود كيو اللي عنده اللينس is twice the EMF generated at the رود بي، دي هي اللي صح. EMF generated at the رود كيو هاف، لا مش هاف. بس ليه؟ لان الاي ام اف ملهاش علاقه بالرود بتاعك، انت الرود بتاعك ايه؟ مش هتاثر فيه. ماشي. عندنا بعدها سؤال 15 بيقول لك ان احنا عندنا 2 concentric metal ring. يعني ايه concentric؟ يعني الاثنين عندهم نفس السنتر. عندنا with flux density B، عندنا flux density بتاعتهم B، الاثنين متعرضين لفلكس density B. ماشي. the large ring is connected to two batteries. مش عايزك تتخض يعني لما تلاقي ان المساله طويله قوي كده. فبيقول لك ان اللارج رينج عندها two batteries BB K1 و K2 as shown in the figure. when only K1 is closed، لما قفل بس K1 اللي هي VB produced a magnetic flux 2B. يعني لما بيبقى ده ماشي بيبقى 2B. طيب لما هنقفل ده K1 هنمشي الكهرباء كده، فهنلاقي ان البيجر رينج هيمشي فيها كده، فهتبقى عامله اكس، فهتعمل 2B والبي يبقى في الاول كانت 3B. تمام. when switch K2 is closed and switch K1 is open، يبقى switch K2 closed، يبقى احنا هنروح عكس الناحيه، هنروح الناحيه دي، فيبقى المagnetic فلكس لفوق. انت خدت بالك انا بعمل ايه؟ انا بجيب المagnetic فلكس، فالمagnetic فلكس هيبقى لفوق، فلما يبقى المagnetic فلكس لفوق هيعمل 2B اوت. تمام؟ فيبقى B واحده بس اوت، يبقى هنا كان 3B in، هنا هتبقى B اوت. واخد بالك الفرق في التشارجز قد ايه؟ الفرق في التشارج 3B ماينس نيجاتيف B عشان ده اوت وده ان، فالفرق قد ايه؟ الفرق 4B. حلو. هو بيقول لك ايه؟ the induced EMF in the small loop is equal to. طيب في الاول الفرق كان قد ايه؟ احنا لما عملنا 2B عملنا EMF واحد. طيب 2B مش هو كان B وبقينا 2B بقينا 3B، يعني الفرق في الاول كان قد ايه؟ كان 2B بس، لان انت من B رحت بقيت 3B، انما هنا انت من 3B رحت بقيت نيجاتيف B، فالفرق بقى قد ايه؟ 4B عشان هو غير في الاثنين، غير مره واحده. تمام؟ فانت الفرق بقى 4B، فانت تبقى الفرق قد ايه؟ 2 من الاي ام اف. ليه؟ عشان فوق كانت 2 وهنا تحت
4. فانت بتاخد ايه؟ بتاخد الديفرنس بتاع البيهات، فاهم قصدي؟ مش بتاخد البيهات زي ما هي. عايز اقول حاجه بس في السؤال ده، اعتبرت ان هو بيكمل على بعضه، مش ان هما حالتين، ان هو وين ووين. فخد بالك لو هو بيكمل على بعضه بعد ما كان فتح السويتش وقفل السويتش ده ودخل على السويتش ده، اللي انا عملته ده صح. بس لو هو مش بيكمل على بعضه زي ما هو طالع في السؤال ده، ان دي حاله وان دي حاله، ان هو قفل ده وبعدها فتح ده، والحاله الثانيه لوحدها بقى خالص ان هو ابدا من الاول وجديد وبعدها ده بس اللي اتقفل، ساعتها هنعمل ايه؟ ممكن نشتغل بقانون ان ام دلتا اي على دلتا تي، فالدلتا اي على دلتا تي واحده لان البطاريتين واحده، فتطلع انها اي ام اف. او نقول مش احنا قلنا ان اول واحده كانت من اكس بقت 2 بي، في الثانيه مش هي بي، هتبقى 2 بي برضو بس دوت، فتبقى نيجاتيف بي، فيبقى التغيير فيها بي ماينس نيجاتيف بي اللي هو برضو التغيير 2 بي، فالتغيير واحد، فتبقى اي ام اف. انا اشتغلت ان هو كمل على الحاله الاولى، فالمعلومه دي ما كانتش صح، لا هي دي حاله ودي حاله لوحدها. فدي بوينت برضو، خد بالك من الفكرتين، يعني انا مش كده مش عشان احل معاك السؤال صح، انا خد بالك من الفكرتين، ان هو كمل فالتغيير بقى اكبر، التغيير بقى 4 بي عشان هو فصل وفتح حاجه ثانيه، او ان هو رجع وعاد تاني من الاول. فطالما هو قايل لك وين ووين يبقى دول حالتين، انما لو قال لك وين زن يبقى اعمل اللي انا عملته في الاول. تمام. عندنا بعدها ايه؟ number of turn in an induction coil is double without changing its dimension. length and cross section area it's self inductance. يبقى احنا هنتكلم عن السيلف inductance اللي هو ميو ان سكوير اريا على ال. بيقول لك النمبر اوف تيرن ان كويل از دبل، يبقى احنا عملنا دبل للنمبر اوف كويل، يبقى اتضربت في 4، او ممكن نعملها ايه؟ ميو ان 1 اهو، مش الميو واحده، هو كده ميو واحده، فاحنا هنقول ان 1 على ان 2 سكوير في اريا 1 على اريا 2 في ال 1 على ال 2. انا كنت عايز اعملها بس على طول، فهنا دبل يعني تشيل دي وحط 4 without changing is the dimension ولا اللينس ولا الاريا، يبقى ايه اللي يحصل للسيلف اندكتنس؟ هتزيد 4 اضعاف بس. الفكره بهذه البساطه. تمام؟ هل في حاجه صعبه؟ نكمل. بيقول لك ان احنا عندنا induction furnace with an iron AC power what happened to the eddy current. eddy current دي فكرتها كلها ايه؟ تعالى مثلا نتكلم عن eddy current ببساطه. دي اي ببقى عايز اقللها على قد ما اقدر، فانا عشان اقللها على قد ما اقدر لازم اعمل ايه؟ لازم اعلي الريزستيفيتي جدا جدا جدا، او اقطع الميتال شيت. يبقى انت كل ما تعلي الريزستيفيتي انت كويس، وكل ما تقطع الميتال شيت انت كويس. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان احنا بدلنا الايرون كول ويز بلاستيك، فبلاستيك ده يعني علينا الريزستيفيتي، فيحصل ايه؟ الايدي كارنت مش هيحصل لها جنريشن اصلا، يعني الايدي كارنت المفروض تقل. ايدي كارنت will be generated leading to core fusion. لا what happens to the eddy current؟ eddy current كده مش بيقلل الفريكونسي، بس هو نو ايدي كارنت. ليه؟ لان هو الريزستيفيتي بتاعته عاليه جدا، فمش هيقدر ان هو يطلع ايدي كارنت. ماشي. تعالى بقى نتكلم على الحته دي، ودي حته مهمه جدا. اول ما تشوف الرسمه دي رسمه باوين، والحته اللي فوق دي هي الماكسيموم. عايزك تاخد بقى بالك من حاجه، التغيير اللي حصل هنا مفيش تغيير يقدر يغير الفريكونسي. بص يعني انت بدل ما كانت البتاع واسعه بقت ضيقه كده، فمفيش تغيير يقدر يعمل ان هي يخليها ضيقه كده غير مين؟ الفريكونسي. وهي دي الفكره كلها، ان انت لازم الفريكونسي تبقى اتغيرت. فالاريا ما تقدرش تعمل كده، الدنسيتي ما تقدرش تعمل كده، نمبر ما تقدرش تعمل كده، الوحيده هي الانجلر فيلوسيتي اللي هي الفريكونسي. ليه؟ لان الفريكونسي هي الوحيده اللي تسرع شكل الكيرف بالمنظر ده. الباقي كله هيعمل ايه؟ انت ماشي كده صح؟ هتقوم عامله نفس الكيرف بس اعلى شويه تحت وفوق، مش هتغير مكانها. فدي فكره مهمه جدا للفريكونسي، لازم تبقى عارف ان انت اول ما تشوف كده هي فريكونسي، لازم تبقى عارف ان اللي فوق هي دي ايه؟ الماكسيمم، والرقم اللي هنا ده رقم البريودك تايم اللي هو بعد لفه كامله، ادي 1 ده رقم البريودك تايم. تمام؟ هل في اي مشكله؟ تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لك عندنا الكتريك موتور كونكتد لباتري ويز ان الكتروموتيف فورس بي وير ذا كويل موتور ماشي بيحصل له ان انديوسد الكتروموتيف جنريتد ان ذا كويل which of the following state is correct. ماشي. وهنا بيسال انت دلوقتي موتور، عندك الموتور لسه هيبدا، بيسالك على الالكتروموتيف فورس اللي هيحصل لها جوه اللي هي الانديوز والكرنت. طيب انت اول ما تفتح السويتش ايه اللي هيحصل؟ الكرنت هيعلى بسرعه جدا. طيب هل هيحصل انديوز؟ لا، الموتور لسه ما بيلفش، فطالما هو ما بيلفش مش هيحصل انديوز، فالانديوز دي قليله والكرنت لسه هتمشي كتيره. طب بعد حبه الانديوز دي بتبقى عاليه والكرنت بتبدا تقل. بس هي دي الفكره كلها. فبيقول لك ان انت at the moment switch is closed the backward induced are zero. لا الكرنت مش زيرو، ف الكرنت از فيري لارج. ايوه، والباكورد هي اللي بزيرو. ماشي. تعالى بقى يا باشا نخش على تشابتر 4. وانا بالنسبه لي تشابتر 4 بيتقسم ل3 افكار.
ولازم هتلاقي عليه 3 اسئله تقريبا. اول فكره هي فكره ان انت يبقى عندك 3 حاجات اصلا، ار واكس ال واكس سي، انك تفهمهم. يعني ايه ار؟ ار اللي هي الريزيستنس العاديه جدا. وفي فكره كمان اللي هي الهوت واير اميتر. الهوت واير اميتر دي بتيجي كتير جدا، وفكرتها كلها ايه؟ ان الثيتا ريليتد بالاي سكوير، ان هو عشان احنا بنشتغل بالاي سكوير ار، فاحنا هنا هتلاقي ان 1 وبعدها هنا 2 وبعدها مسافه كبيره 3 وبعدها مسافه اكبر 4، ان المسافه مش يونيفورم، هو نون يونيفورم. ليه؟ عشان هو دايركت بالاي سكوير، ودي فكره مهمه جدا 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 في الهوت واير اميتر. فتلاقي ان انت لو عندك مثلا مدخل، انت هوت واير اميتر بتقيس امبير، فتلاقي ان السكيل بيوسع، ان هو 1 2 زي ما قلت لك كده 3. بعدها عندنا ار اكس ال اكس سي. الار العاديه بتاعتك اللي هي ريزيستنس عاديه. الاكس ال لازم تبقى عارف ان هي بتساوي 2 باي اف ال، فهي ممكن تزيد بطريقتين، يا تزود ال عن طريق قانون ميو ان سكوير اي على ال عادي، الاكس ال دي اللي هي ايه بتاعت الاندكتور، يا تزود الاف. الطريقتين دول يزودوها. الاكس سي اللي هي 1 اوفر 2 باي اف سي، فممكن تزودها بطريقتين، تقلل الاف او تقلل السي. والاكس سي ده اللي هو ايه؟ اللي هو الكاباستور. تمام. كنت عايز اقول حاجه كمان، ان هي فكره ان الاكس ال بيبقى سيريس وبارلل عادي جدا، انما الاكس سي السيريس وبارلل متشقلبه. بس امتى يبقى متشقلبه؟ يبقى متشقلبه لو انا بتكلم عن السي، انما لو انا بتكلم عن الاكس سي هي عاديه. خد بالك من الفكره دي. يعني لو انت عندك بطاريه اهي وعندك، بس هي مش هتبقى بطاريه، هي هتبقى اي سي بس خلاص. لو انا بتكلم عن السيهات هعمل سي 1 بلس سي 2. ليه؟ عشان هم كده كده بارلل، هينزل هم كده كده اصلا تحت في الفراكشن، فلما اعملهم بلس هيقللوا الاكس سي. طب لو انا بتكلم عن الاكس سي الريزيستنس، هشتغل بقانون البارلل عادي جدا. خد بالك انت بتتكلم عن الاكس سي ولا السي، وكده كده زيها زي اي حاجه عاديه. لو بارلل بقلل الاكس سي، لو يعني لو بارلل بقلل الريزيستنس، لو سيريس الريزيستنس بتزيد. فخد بالك عشان الفكره دي مهمه جدا. تمام. يبقى دي اول فكره. تاني فكرة، فكرة ان احنا نتكلم عليهم كلهم هما التلاتة مع بعض كزد. ان هو انا بشوف بقى ان ده اسهل حاجة تعملها، ان انت عندك فوق الاكس ال، عندك يمين الار، عندك تحت الاكس سي. ويا باشا الموضوع سهل وبسيط، انت كل اللي انت عليك تعمل ايه؟ بايثاغورس. انا مش شايف الموضوع غير كده. يعني انت عايز ايه؟ روت اكس ال ماينس اكس سي، عشان دول مع بعض سكوير بلس ار سكوير، بس خلاص. وده القانون اللي هتجيب منه الزد ايكوال. هي دي الفكره كلها، ان زد ايكوال روت الكلام ده سكوير بلس ده سكوير. ليه؟ عشان الاكس ال والاكس سي عكس بعض. عايز تاخد بالك بقى من حاجه، ان لو الاكس ال بتساوي الاكس سي هيلغوا بعض، ويتبقى لي مين؟ يتبقى لي الار بس. وهي دي الفكره. عايزك تاخد بالك برضو من حاجه تانية، ان احنا عندنا رسمه بالنسبه للريزيستنس والاي، ان هو بيفضل يقل 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 وبعدها يزيد. هنا مع مين؟ مع الفريكونسي، وهنا الزد. ليه الكلام ده؟ واحده واحده. مش احنا قلنا ان مع الفريكونسي الاكس ال بتزيد والاكس سي بتقل؟ حلو. انا دلوقتي في فريكونسي قليله، الاكس سي عاليه جدا والاكس ال قليله، فالريزيستنس الامبيدنس عالي. كل ما انت عمال تزيد، كل ما الديفرنس بين الاكس ال والاكس سي يقل. تفضل تزيد في الفريكونسي كل ما الديفرنس يقل، لحد ما توصل لبوينت الاكس ال بتساوي الاكس سي، وهي دي بوينت الحفره او القمه بالنسبه للاي. بعدها كل ما تزود، كل ما هنا الاكس ال تبدا تعلى، يعني هنا الاكس سي هنا اللي عالي وهنا الاكس ال هي اللي عالي، فالاكس ال تبدا تبقى اعلى، فالديفرنس بينهم يبقى اعلى. يبقى ده جراف مهم برضو، تبقى فاهم ان النقطه اللي تحت هي الحفره اللي تحت، هي دي الاكس ال بتساوي الاكس سي. بس عندنا اكس ال وار واكس سي. تاخد بالك من حاجه، ان الاكس ال اللي بيحصل لها الفولتج ليد، الاكس سي الفولتج لاج، الار الفولتج معاها ان فيز زي ما هو، او ده سابق، ده في نفس الدايركشن بتاعه، ده لاج. طب لو بتكلم عن الاي العكس، يبقى الاي هنا لاج والاي هنا ليد. تاخد بالك بس من الافكار دي بس، والموضوع بهذه البساطه. طيب لو عايز الانجل اللي هي تان سيتا، مش انا لما اعمل الريزلتنت هيطلع الريزلتنت هنا، فتان سيتا هتبقى عباره عن ايه؟ نفس الفكره، اكس ال ماينس اكس سي على ار. بس دي كل القوانين كده اللي هنا. هل في اي مشكله؟ خد بالك هو ممكن يديك مره كشغل على الار، كشغل باور. يعني مين اللي بيبقى ليه باور؟ الار. ليه الباقي ملوش باور؟ لان الباقي ده مش ريل اصلا، ده ان ريل. فاللي بيبقى ليه باور هو الار. فممكن يديك المساله ان انت تشتغل الاول على الار عشان تجيب الباور، او تجيب الار وبعدها ترجع تكمل على المساله. فخد بالك لما يديك باور او حاجه تبقى عارف انها على الار. واخر نوع مسائل هو التونينج، والتونينج ده انا بشوفه سهل جدا. يا باشا هتروح تجيب القانون من كتيب المفاهيم، انا مش فاكره قوي اصلا، غالبا كان 1 اوفر 2 باي روت ال سي، او دي كانت 4 باي، مش فاكر بالظبط. هتروح تجيبه من كتيب المفاهيم يا باشا وتحل بيه، والموضوع بسيط جدا. ايه هي فكره التونينج؟ فكره التونينج هي فكره الراديو، ان انت بيبقى عندك ال وعندك سي، عشان ال بتليج والسي بتلاك بيبداوا يعملوا مع بعض ايه؟ تونينج. ده يفضي في ده،
فده يتملي فيقوم مفضي فيرجع لده، وده يفضي في ده ويرجع لده، وده يفضي لده، ويفضلوا يروحوا ويرجعوا كده. هي دي فكره التونينج. تمام. تعالى كده نحل لنا كام سؤال ونشوف الدنيا هتظبط ازاي. بيقول لك ان احنا عندنا ار ال سيركت اهي، عندنا ال وعندنا ار. تمام. consisting of an inductor with self inductant ماشي connected to an ماشي when the frequency of dynamo is double the phase angle. طيب احنا عايزين نتكلم عن الانجل، مش احنا قلنا الانجل اكس ال ماينس اكس سي على ار، صح ولا لا؟ فالاكس ال ماينس اكس سي احنا ما عندناش اكس سي، الفريكونسي هيحصل لها دبل. طب ما احنا قلنا ان الاكس ال لما الفريكونسي تزيد الاكس ال تزيد، فالاكس ال تزيد فايه اللي يحصل للانجل؟ مش هي تان ثيتا، فالانجل تزيد هي كمان، فعشان كده انكريز. تمام. تعالى اللي بعده. بيقول لك ان احنا عندنا الكتريك سيركت ويز بيور اندكتيف كويل. بيور يعني من غير ريزيستنس، يبقى عندنا اندكتيف كويل اهو. الرياكتنس هنا ب 400 ادي دي الاكس ال، وكاباستيف ب 400 ادي هنا 400، وريزيستنس ب 300 ادي هنا 300. عايزين اللمبه تفضل زي ما هي، المفروض نقفل اني سويتش. ماشي، يعني احنا عندنا هي الكهرباء ماشيه، ماشي، يعني احنا عندنا الكهرباء ماشيه، المفروض ان احنا عندنا اكس ال، وادي هنا الار، وادي هنا الاكس سي. تاخد بالك ان هنا ايه؟ الاكس ال والاكس سي قد بعض، هم اصلا لاغيين بعض، فانت عايز تفتح السويتش بارل وعايز اللمبه تفضل زي ما هي. اكيد مش هفتح سويتش اللمبه، اكيد مش هفتح سويتش الريزيستنس ده. ليه؟ لان انت كده هتقلل ريزيستنس عمرها ما هتتعوض. تمام. لو فتحت ده لوحده هيبقى عندي اكس سي، فالديفرنس بين، خد بالك انا بشتغل على مين؟ على الديفرنس بينهم. فلو فتحت واحد الديفرنس بينهم يزيد، طب لو فتحت التاني الديفرنس بينهم يزيد. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز افتح الاثنين مع بعض عشان الاثنين يطيروا، هما كده كده لاغيين بعض، فلو الاثنين طاروا ولا يعملوا اي حاجه، فافتح الكي 3 والكي 2. خد بالك دي فكره مميزه للاكس ال والاكس سي، لان انا باخد مين؟ باخد الديفرنس بينهم. تعال بيقول لك الجراف هنا ال سي سيركت الاكسشينج اوف انرجي stored in an inductor assuming that the ohmic resistance ماشي if the periodic time is equal to t. هو عايز ايه؟ what is the time at which the energy stored in the form of electric field. الكتريك فيلد، يبقى هو بيتكلم على مين؟ بيتكلم على الكاباستور. احنا عندنا هنا دي سيركت تونينج، وهو عايز ان هي تبقى متحوشه كالكتريك فيلد. قال لك ان اليو اي دي بتاعت الكاباستور، واليو بي دي بتاعت مين؟ واليو بي دي بتاعت الاندكتيف كويل. فاحنا عندنا اليو بي دي بتاعت الاندكتيف ودي بتاعت الكاباستور. هو عايز what is the time at which the energy is stored in the form of an electric field. طيب ماشي يا باشا، انا هروح ابص. ادي عندنا اليو بي امتى كانت فوق الانرجي؟ كانت في تي 4، ما عنديش تي اوفر 4، اللي بعدها 3 تي اوفر 4. بس اختار، هي دي الفكره كلها. يبقى انا محتاج اختار ايه؟ لا انا غلط. ليه انا غلط؟ انا متاكد ان انا غلط. عارف انا ليه متاكد ان انا غلط؟ ماشي، انا كده متاكد ان انا غلط. عارف بقى انا عرفت منين ان انا غلط؟ يعني انا عشان انا قريت اصلا غلط هنا. بس عارف انا اتاكدت منين ان انا غلط؟ ان كل الارقام اوفر 4. معنى ان كل الارقام اوفر 4 ان انا اخترت يعني دي 1 على 4، دي 3 على 4، اللي جايه 5 على 4، اللي جايه بعدها 7 على 4. في 3 اختيارات اوفر 4. يعني ايه 3 اختيارات اوفر 4؟ يعني الارقام دي كلها بتعبر عن نفس الحاجه، ان اليو بي ماكسيمم. لان بص اهي 1 على 4، 3 على 4، هتلاقي اللي بعدها 5 على 4، اللي بعدها 7 على 4، كل اللي على 4 هو الماكسيمم. دي الطريقه اللي انا عرفت بيها، فانا كده غلط، لان انا اكيد هختار الاكسبشن اللي هو اوفر 2. ايه بقى اللي انا غلطت فيه؟ اللي انا غلطت فيه بكل بساطه ان انا قريت غلط، ان اليو بي دي بتاعت مين؟ اليو بي دي هنا بتاعت الاندكتيف، واحنا قلنا ان احنا عايزين الكاباستور، اليو اي هي بتاعت الكاباستور بس. فده الكاباستور، فالكاباستور امتى ماكسيمم؟ عند الزيرو وعند التي اوفر 2. وطبعا عند التي اوفر 2 هيبقى عند 3 تي اوفر 2، هيبقى عند 5 تي اوفر 2، هيبقى عند كل رقم اوفر 2. بس ده كده احنا خلصنا لحد تشابتر 4. عارف ان انا ممكن 3 و4 ابقى قلتهم بسرعه، بس انا فعلا خلاص بقى ما كنتش قادر الصراحه. يعني يا رب الموضوع يفيدك، يعني انا بحاول والله اعمل كل ده عشان يفيدك. هي انا عارف ان هي ريفيجن سريعه، بس هي ممكن ترفرش وتفكر الناس بسرعه. غالبا الفيديو ده هينزل كله على بعضه بقى، مش زي المره اللي فاتت عشان مش همنتج كل حاجه لوحدها. بس وربنا يوفقكم يعني بالتوفيق. والله حاولت اساعدكم على قد ما اقدر، وان شاء الله ان شاء الله تعدي على خير وتبقى الدنيا كويسه يعني. يا رب تدخلوا الجنه.